انا كنت حضرتك مع مو عارض علي البرزنتيشن، عارض علي فرصه، يلا ليتس جو. كوتش معتصم. بدينا احنا بدينا طول هيك يس. ارتشف رشفه القهوه. ارتشف لا احتسي قهوة تحتسى. ما هذيك لما ما تبدا تطلبش. تحت زخات المطر. بالنسبه لي انا الكميه اللي نشرب فيها بتاع شرب بتاع مش احتساء. محمد قصير، تفضل محمد كوتش قصير. كيف حالك؟ جود. انا ست بودكاست حكم دار اخيرا اخيرا يس. وانست شركة برنيتشي اللي هي راعية للبودكاست. هو انا انسكم وانا قاعد كي متنح في المكان. عجبك؟ في تاتش، في لا هو علي الفيتوري هو صاحب الشركة، تكون عارفك عليه بعدين. مركز على التفاصيل. في تاتش التفاصيل جميلة يعني. شو الأخبار كوتش؟ تمام. قداش حملت احنا كنا نبون نشجع من قبل ما نمشي مصر. يس. انت قلت لي رو ماشي مصر عندي بطولة، وقلت لك خلاص اجلها بعد البطولة. جاتك الإصابة ما بعرفش فيها تأجلت وانا الفترة هذه اللي فاتت هذه كانت هلبة بروجكت جت في وقت واحد. ما كنتش عارف حتى لحق عليها يعني. أول سؤال بنبدأ فيه بالأسئلة هيك. اوكي تمام. تو الكروسفيت مقاطعة، مش كل حد يعرف الموضوع هذا. مش كل حد يعرف ان هي اصلا اسف نقطعك. في ناس يسحبوها مجرد رياضة بس، زي مثلا الحديد. لا ولا الكاراتيه. مش فاهمين. احنا عندنا مشكلة ان لما انت تحب الحاجة المفروض الاصح والاولى انك انت تخش تبحبش تشوف شنو هي هذه. صحيح. يعني شين صارت، كيف صارت، على الشكل بتاعها هيك. فانت تنصدم في ناس. يعني لو خلينا نتكلم على المجال بتاعنا على الكروسفيت. يعني في حد يكلمك يخش لك على الديم ويبدا باسئله اشرح لي عليها. يا مان انت مكلمني باش انا قاعد نشرح لك على تاريخ الكروسفيت ولا كيف نحط في البرامج. خش بحبش انت صح. شويه وبعدين لو عندك علامات استفهام تعال لي. يعني هي هيك المنطق. فاحنا خلينا نبدو ستيب باي ستيب. الكروسفيت كجيم كلعبه بدت في 17 لا سوري لا إله إلا الله محمد رسول الله. استناني. في 2000 الشركة تأسست. قبلها كان غريس جليجمان أن في فكرة في راسه أنه هو يبي يجمع مجموعة من الألعاب مع بعضها باش إنه نضمن أن محمد القصير يبدأ نقوله إحنا mostly perfect في كل شيء. يعني مثلا لو إحنا بنجي نشوفه لاعب ألعاب القوة أو الرباع تلقى دائما ما عندهش جهد للجري، والسباح والعداء ما عندهمش الباور متاع رفع الأثقال، ولاعب الجمباز تلقى يعني فاحنا لو تلاحظ انت تلعب معنا في الكروسفيت تشوف، لو تلاحظ انك انت في الكروسفيت almost بالتاتش افري بوكس. صح تمام. انحطت الحاجة هذه مع بعضها عن طريق الشخص هو لقيت شعبية. فمن اللي كانت كلمها، من اللي كان اسمها كروس سلاش فت، يعني كلمة عادية تكتبها هيك لا فيها لا كابيتال لا سمول ولا حاجة. في 2000 فكروا انها هي لازم تتأسس كشركة وينحط لها علامة تجارية. فتأسست شركة الكروسفيت INC زي ما نشوفوا فيها احنا اللوجو اللي تشوفوا فيه اللي موجود على التيشيرتات الفانيليات متاع الريبوك وعلى هذا اللوجو كروسفيت. هذا لوجو زي اديداس. خلينا نقربها. اللوجو هذا اللي تشوفوا فيه متاع الكروسفيت زي البيبسي، زي زارا، زي نسلة. يعني ركزوا على اللوجو على البراندات هذه. تمام. في 23 في 7 أكتوبر احنا كلنا نعرف شو صار 7 أكتوبر طوفان الأقصى وكذا. بعدها بأسبوع تقريبا الشركة هي أدانت حركة حماس يعني كيف يقولها خطاب إدانة وهيك ولا داروا بوست إدانة لكن هيك بالتخصيص
حركة حماس. يعني ما أنا من مش يعني كنت نقدر أنا ننزل بوست إنه ندين الحركات الإرهابية اللي تهدد الطفولة والإنسانية في المنطقة الفلانية إيه. تمت، لكن أنا ندين حماس. خلاص أنت أعطي الضي الأخضر للطرف الآخر هو يدير لي بيه. يدير لي بيه، وحماس أنتم ما تصلحوش وتستاهلوا بقى. شن لينا علاقة احنا بالموضوع هذا مفروض صح؟ صح. احنا شركة الكروسفيت يعني من أسسنا النادي متاعنا، واحنا كان الهدف ان احنا نكونوا زينا زي اي نادي كروسفيت او بوكس متاع كروسفيت موجود في العالم، سواء في الدول العربية او حتى في اوروبا وامريكا والكل، ان احنا نكونوا موجودين في الخريطة، ان احنا ما نكونوش نهبكوا خلاص. يعني احنا نكونوا كل حاجة حسب الستاندرد العالمي، من معداتنا، من البرنامج تاع التدريب متاعنا، من مدربينا. فاحنا كلنا من 21 22 23 متسجلين افلييتد على الخريطه الدوليه تبع شركه الكروسفيت مع مدربين معتمدين من عندنا يمرنوا في النادي. طبعا هي حاجه بنقولها ان مش اي واحد يبقى مدرب كروسفيت لازم ياخذ سيرتيفيكت هيك يعني. لا لازم تدير امتحان. ايه. لازم تدير امتحان عن طريقهم هم وتاخذ سيرتيفيكت من عندهم، وبعدين يديروا لك الاعتماد متاع النادي اللي انت مولاه وعندك الشهاده. والاعتماد هذا ما يتمش هيك عشوائيا، لازم يكون المعدات اللي موجودة فيه تابعة ستاندرد العالمي بتاع الشركة نفسها. كل هني الأمور تمام حلوة، يعني النظام الناس كلها تحبه أكيد. وإحنا كان انخراطنا في الجو هو بناء عليه ما تدعيه هذه الشركة من الكوميونيتي الصحي، اللا عنصرية، اللي احنا الهدف متاعنا رياضي توعوي بعيدا عن السياسة. ما فيش لا اي خطاب كراهية، ما فيش لا ديني لا عرقي لا ولا حاجة. فلما صارت اللقطة هذه نفكر ان نفك فيها بالضبط يعني زي توك سبحان الله، يعني لا اكثر من سنة. يوم جمعة كلمني موزو من تونس اللي هو كوفاوندر متاع كرتاج كروسفيت، باتصال يعني الصبح الساعة 10 تقريبا حاجة زي وجمعة اي جمعة، وبعدين مش للدرجة هذه، احنا يعني كلوز فريندز يعني نعرفوا بعضنا كويس وكل شيء، لكن في الكونفيدنس البسيطة هذيك. فصباح الخير خير السماعة درت بونجور. لا ما فيش بونجور. انت قاعد مش حتى معدل اللهجة متاعك باش تركب باش يفهم. صباح الخير خير شو في؟ قال لي شفت البوست اللي منزلاتها الكروسفيت، والله مريت حاجة سكر. قلت له سكر، فتحت شفتها قريتها مرتين، سكر اتصلت بيه قلت له تصفي. طبعا كرتاج كروسفيت واحدة من النوادي الأولى في تونس اللي كانت افلييتد، واللي أنا واحد من الناس تأثرت بيهم يعني اللي قعدت نشوف إنه مثلا إن ندير كت. لا ميمي. أوكي نرجع من وين ما وقفت. عادي خلينا يقعد هيك. أوكي حلو الجو رياليتي هذا اللي مداير أنت. المهم كرتاج واحدة من النوادي اللي كانت لها تأثير كبير في يعني نستمر ونطلع وندير اللي ندير فيه توا. بيقولوا شو السبب؟ شوف لما أنت تجي مثلا بتقول لي شوف النادي اللي موجود في لندن، شوف النادي اللي موجود مثلا في واحدة من دول الخليج، نقول لك يا راجل شو جابنا ليهم؟ عندهم ستاندرز بتاعتهم، فلوس، عندهم كل شيء، عندهم كل لكن لما تجي تشوف النادي اللي طلع الموجود في تونس فاتح قبلك بشوية واخذ في اوكي بنقول لك صح، هم الثقافة الرياضية عندهم اقوى منا احنا شوية، ما بيش نقول هالبة صح باي، والناس تعرف ان هذا كروسفيت شو معناها وهذا الجيم عادي شو معناها وكذا. بس لو نجينا نحسبها ان الشيء ما يمنعش ان يعني اضعف الايمان الاقتصاد متاعنا ما زال احسن. صح. باش يعني نقعد نمشي بالستاندرد الطبيعي والستاندرد الصحيح باش نقعد زي الناس اللي بجنبنا واللي معنا. فكلمته قلت له موزع في الحسبة هذه يعني طز، يعني هم اللي ياخدوا منا في الفلوس مش احنا اللي ناخدوا منهم في الفلوس، هم اللي محتاجيننا مش احنا اللي محتاجين لهم. يعني احنا دايرين كل شيء بروحنا، يعني مجرد احنا واخدين منكم رخصة باش تريد مارك اي وانت عارف يعني مثلا احنا في ليبيا ما عنديش حد بيجي ينحي لك يافطة ولا بينحي لك لوجو على خاطر انت ما عندكش حقوق ملكية فكرية او وانا حرس البلدي وين يعني هيك بالمنطق يعني. وحتى الحرس البلدي فتخلي يكلموه غالي من كروسفيت راهو في واحد. لا ما هو شنو يقول لك لا نسكر لك الصفحة متاعك متاع الفيس، انت افتح غير
ما زالوا الناس يشتركوا، ما زال الدنيا ماشيه. قصدي يعني انا واحد من الناس عن تجربه باي شويه الناس اللي جت ان هي خشت ولقيت ان النادي هذا مسجل كذا كذا، يعني كلها قاعده تجي عن طريق الريكومنديشن إيه. بتاع شو فاهم بتاع يعني محمد وورد اوف ماوث. يس محمد كلم صاحبه كلم كذا، حد جرب لقاها هلبة قوية عليه، لكن صاحبه يحكي له انني نبي حاجه بهلبة، يقول لا مالكش الا غادي كان ما قدرتهمش، وهكذا ايه يعني. بالضبط. فقلت له انت تقدر، يعني قلت له انا في ليبيا ما فيش الا احنا اللي هو اللي هذا في بتحكي عليه موضوع بتكلم في موضوع، انت قال لي لا طز، وبجديات انا كنت مصدوم فيهم بامانه يعني. تريس. يعني اوكي احنا في ليبيا سواء الجيل الجديد او احنا جيلنا الاول تربينا على حاجه اسمها ثوره الحجاره وجيل الغضب والامور هذه كلها، وان طز كلمه طز يعني هذه حاجه تربينا عليها جدا. طز يعني تقول طز يعني معمر زمان يقول طز في امريكا. امريكا كلها طز في امريكا. فتقدروا قال لي نقدروا اوكي نايس جود يلا ليتس جو. درنا جروب طبعا هي كيف صارت اللقطه، صارت سبحان الله انا كلها هاجت مع بعضها في يوم واحد. وزي الخوارزميات متاعهم هي ما تخدم محمد تخدم فيهم ضدنا. سبحان الله وقتها خدمتنا ضدهم. يعني أنا في ناس ما نعرفهاش في الشرق الأوسط، في النوادي اللي في الأردن مثلا، في مصر يطلعوا لي اكسبلور نفس الموضوع. لقينا روحنا لمينا بعضنا فاتحين جروب على التليجرام فيه 120 مدرب عربي. جميل. نبغى نعرف وش بنديروا. يعني درنا فكرة الفيديو اللي ريل اللي هو الكروسفيت ام اوت. يعني كل واحد فينا ما سألناش حتى عن المدة متاع الفيديو متاعي او حجم الفيديو متاعي كيف بيطلع في المونتاج او من اللي بيدير المونتاج، المهم الصوت يوصل. درنا الفيديو متاع كروسفيت ام اوت، درنا معدة فيديوهات من النوع هوا كل واحد بطريقتك انت او بالطريقة اللي احنا نتفاهمنا فيها مع بعضنا، وكلنا درنا تاج للشركة للكروسفيت، ودرنا تاج للكروسفيت جيمز بتاع البطولة. كروسفيت جيمز هذه البطولة العالمية اللي هم داروها في 2007، مبدو الشركة في 2007 دار البطولة في نسختها الأولى، واحنا بدنا البطولة هذه تعنينا يعني زي ما تقولوا جماعة الكورة كأس العالم. فنبدو في الأوبن جيمز هذيك اللي تحكي عليها أنت بكريك تقول البطولات الصغيرة اللي يديروا فيها الأوبن جيمز متاع التصفيات، وين بندخلكم في يعني تنخرط في اللعبة بقلبة عرفتها يعني. ولا عبرونا ولا عدلوا علينا ولا اساسا كانوا يشوفوا فينا نحس فيهم. عرفت الفلوس اللي كانوا ياخذوا فيهم من عدد الدول هي اللي هم ممكن احنا 22 دولة عربية لو بنعد ونقول احنا عندنا اتليست متوسط زوز نوادي في كل دولة. يعني يضرب 22 في 2 هذا 44 عد المدربين. طلع عندنا عدد مدربين كبير حصل حتى المستوى الثاني ليفل 2 في السيرتيفيكات ليفل 1 الكروسفيت. فما عدلوش علينا محمد يعني انت ولا عبرونا ولا باش انت تعتقد السبب؟ تعصب. وبعدين الحاجة الثانية أنت وصلت في الطفلة المدللة لأمريكا، يعني ما تحاولش احتمال حتى هو رئيس الشركة الجديد يطلع يهودي. يعني شنو تقول أنت يعني صح. وبعدين معتمدين على حاجة تانية، وهذه لاحظها في الشركات بصفة عامة، يعتمدوا على أن الإنسان عنده ذاكرة قصيرة الأمد. يعني أوكي لا هي بحاجته ينسب عليه ينسى ويرجعوا زي ما لأن هم عندهم سوابق كيف حاجات تانية ليهم هم عندهم مش معنا احنا حاجات في حاجات فيهم. لكن كسياسة شركة تحسها بادية تنهار كشركة مش كلعبة. كلعبة مستمرة ما زالت واخدة شعبية واخدة قوة بهاي، لكن كسياسة شركة بدت تنفضح. يعني مثلا في الجيمز متاع السنة هي في أول إيفنت في أثليت مات لازار غرق. يعني كيف أنت موضوع كله فلوس مش مجهز عدد كافي من المسعفين والانقاذ. يعني الراجل يبقبق تحتك هذا وين صارت؟ هذه في البطولة الأخيرة متاع الجيمز معروفة يعني حاجة كبيرة، وهذه سببت لهم حتى انشقاق هذيك هم نفسهم في الأمريكان. إلا
يعني عرفت بتاع انت تدير لي رد فعلك انسحب من البطوله الا اللي تحس انها ايدها ملويه تحت الشركه وما عادش تقدر انك انت تنشق عليها أو حاجه صح، زي هذه. يعني هو يبقى جزء منها كده. فهذا الموضوع الاساسي اللي هو علاش احنا فكرتنا لما نتكلم ونقول كروسفيت احنا نتكلموا عليه لوجو وشركه شعار، ما نتكلموش عليه لعبه وتكنيك و وروتين بتاع لعبه معينه. هو الكوميونتي راه ما هوش كوميونتي الكروسفيت في حد ذاته ترى، يعني ريت اي رياضه جماعيه بالطريقه اللي احنا نلعبوا فيها كلها فيها كوميونتي، لكن غير فكره ان الوعي شويه كبر. يعني تو احنا في النادي ان احنا مش فكره جاست انكم انتم تعالوا تمرنوا ادفعوا اشتراككم وروحوا، صح، لا احنا نحاول ان احنا ننمو ونختاروا الناس الكويسه هي اللي نحتفظوا بها. اكيد تصير فلتره انه مش اي، لان خصوصا مثلا هذه انا لاحظتها على نفسي. مثلا نخش نتدرب حديد، نقعد مثلا 3 شهور عندنا نقعد نجرب في التمارين، ومرات تجي غلط تجيني اصابه. من اول يوم انا خشيت في التمرين انت كنت لا دير هدي، لا مثلا خلاص انت بتعرف تشيلها خلاص العب بالدمبل. ما تعرفش مثلا تدير هاند ستاند بوش اب وهيك، لا دير بوش اب عادي، فاهم؟ ف في متابعه من المدربين وماشيه، ولعند ما يبقى المدرب اوكي انت تنفع تقعد متابعه معاه، وجزء من الاشتراك هو متاع التمرين، مش مثلا زي صالة الحديد. ما نعيبش صالة الحديد هي ليها كل حاجه جوها، لها فهمت؟ بالضبط. يعني في ناس يلعبوا في الحديد ما يمشيش معاهم الكروسفيت، في ناس بطبعا اننا ما نبيش نخش نسمع صوتهم بتاع بنادم تاني صح، ما عادي. يس احنا نتلاحظ ما فيش حد يحط في الهيدسيت ولا اكيد. حاجه، يعني إنه احنا مع بعض يعني الدوشه هي ميزه الرياضه هذه انك انت تقدر تكيفها وتسيستمها على المتدرب، سواء كان جديد، سواء كان لاعب من قبل، سواء كان لاعب رياضة أخرى، سواء كان كبير في العمر عنده إصابة. يعني أنا تو حاليا بالإصابة متاعي قاعد نلعب مع سيركز ومع الأولاد، بس أننا نسكيل في التمارين. يعني مثلا لما هو يبدأ عنده أوفر بوكس جمب أنا ما نقدرش ندير أوفر بربيز بربيز بوكس جمب أوفر، أنا ما نقدرش نلعب بربيز، ما نقدرش نلعب بوكس جمب، فندير في بوكس ستيب اب. لما يلعبوا حبل ما نقدرش نلعب حبل، فنلعب كالف رايزز. يعني تقدر يس يس انت، لكن هذه تبي شويه خبره طبعا، أكيد. لازم المدرب يكون ضابط. هذه بالضبط هذه حق شو اسمه الاشتراك. مش الاشتراك، هذا حق الامتحان بتاع الشهاده ما كانش سهل. ايه باهي. بعد ما انتم استقليتوا عن كروسفيت بدأ كل دولة عندها بطولتها بروح. ما كانتش بالشكل هذا، ما كانتش بالشكل هذا. يعني احنا كنا قبل ما نطلعوا من الكروسفيت كنا نديروا في بطولات على امل ان شركة الكروسفيت ترضى عليك وتحط البطولة متاعك تحت المظلة متاعها. تمام. فهذا اللي داروه في كرتاج مثلا، باهي مخدول السنة اللي فاتت، اي تقريبا السنة اللي فاتت الكروسفيت قالت لهم انتم واحدة من البطولات اللي انا راعيتها تحتي. يعني راعيتها مجرد انها كلمة، يعني مش ترشريش فلوس ولا، بس انه مثلا انا نجي لمحمد القصير وما نكون في المجال متاعك حد مشهور او شركة كبيرة ونقول لك محمد تقدر تاخذ تحط اللوجو متاعي تلوحه من اللوطه هيك، فانت هذا بيجيب لك سبونسر. فهمت. يعني هذه الفكره. قبلها في الالفت السنه هي هذه زي سيرتيفيكت انت راهو شغلنا، بالضبط، ما فيهش اي مكسب اخر، فهمت؟ ايوه يعني فيريفايد. انا بنفتح لك الباب اكثر. الالفت متاع مصر السنه هذه سنه 12 باهي، هي كانت واحده من البطولات الكبيره الرائعه جدا في الوطن العربي اللي هي في الرياضه هذه تحت المظله متاع الكروسفيت. يعني هي مش داروا البطولات هما ان احنا باش ان احنا في مكان وفي مكان. اوكي. البطوله اللي صارت فعليا باش ان هي نغطوا بها الجاب متاع الاوبن جيمز والجيمز نفسهم، اللي هي البطوله العربيه اللياقه البدنيه اللي هي الالفت ارب تشامبيونشيب. يعني هذه كانت اول مره اللي كانت في الغردقه. لان بيقعد عندنا فراغ في شهر 2، ان احنا متعودين في شهر 2 عندنا التصفيات متاع الاوبن جيمز. تمام. التصفيات هذه لو نحن بنلعبوها فور فون اتس اوكي، بس انك انت مرات بتكبر بيك
شو يسموه فيها الخسة. باهي. وصارت يا محمد صارت احنا لما كنا نروجوا للشيء هو ونحطوا في الناس على المشاركة فعليا والأمور هذه، كانوا في بعض الأشخاص أو بعض الجهات، ما بيش نقول الأسماء باش ما نتحمسش، كانوا يشوفوا أن الموضوع هذا مش شورهم. بمجرد ما احنا قلنا راهي هذه كخة لوح عليك، لا وانا بنلعب في الأوبن يا برادر، الموضوع ما هوش عناد، الموضوع مبادئ. صح. يعني أنا كوني مدرب مش موضوع إنك أنت تجي تتمرن وتاخد حصة ومقنطة وتطلع تزحف وتدفع لي الاشتراك، لا. يعني الموضوع إن أنا قبل ما ندرب جسمك وعضلاتك نوعيك، خاصة إني راجل كبير مانيش عيل صغير يعني. فكانت الفكرة أنني ما عاش نبي أي قرش يطلع من عندنا احنا هنا يمشي يخش لهم اليوم هم. فكيف الرأي ففكروا جماعة في مصر وفي في الأردن، أمين عطلة، وين تاني كانوا البدايات. تقدر تقول الحماس كان قوي جاي من مصر، من الأردن، من فلسطين نفسها، من بيش ننسى حد عرفت. هل شورهم حتى هي قرطاج؟ لا قرطاج زي نحن يعني ار يو ان يس وي ار ان يعني، لكن كفكرة أساسية ما كانتش طالعة من عندنا احنا من الأساس عرفت. بس ان للنخاع نديروا كذا كذا يس وي ار ان، تروجونا لها أكيد. كيف نبدو الروج؟ اوكي احنا مثلا درنا الفكرة متاع البطولة العربية المفتوحة، احنا بنحاولوا ان احنا نغطوا مش الحدث، نغطوا التجهيزات للبطولة العربية المفتوحة اللي هي في شهر 2 اللي هي بتوازي الأوبن جيمز متاع الكروسفيت، بحيث ان احنا 22 دولة يوميا نغطوا ستوريز من احد الدول هذه، من واحد من البوكسز اللي غاديكا، وما اي حبذا لو كانوا من اللي كانوا معتمدين للشركة ولوحوا الاعتماد. فنفكر غطينا يوم كامل. طبعا تعرفني اني في ستوريات ما عنديش الروح، فذاك اليوم كان مونتاج وتتليك ومايك من الصبح من الساعة 6:30 وانا مغطي لهم لعقب الليل. الله يبارك. اضربوا خذوا ليبيا على حقيقتها بالواقع. كملوا هم. درنا البطولات، كان خش علينا شهر رمضان، نسقناهم عليه. هم كانوا 3 ايفنتات، نسقنا الحدث ب3 مرات. اشتركوا من عندنا مجموعة لا بأس بها. للأسف ما ترشحوش من ليبيا إلا أنا وعدي. طبعا عدي كان يلعب وقتها وكان في الأردن تقريبا أو في لندن، واحدة منهم. أساسا ما كنتش نعرف. هو عايش في لندن، لكن التمرينات متاعها منسقها مع المدرب اللي في الأردن. أمين هو أصلا اللي حط المدير الفني للحدث. هو اللي حط الألعاب متاع الحدث، أو شن لعبنا في الحدث، الله يسامحه. رحمناش. يا ساتر. أنا وقتها مين ما شو اسمه وعدي ما نعرفاش، ما نعرفاش شخصيا أساسا يعني، غير لما خلاص تمت تمينا خلاص من اللي بيلعب من اللي ما بيلعبش، اللي تروح يعني محطوط مع 10 اللي بيلعبوا. يا ناس غير زيدوا فكروا بالكش في حد جديد بيطلع تو. ما كنتش للدرجة هذه اني بتسافر يعني. انا تو محمد لما تقول لي انك انت خطط لها وتت لها روحك، نقول لك انا لما لعند ماني غاديكا انا مش جتني الصحوة بعد ما روحت عندك روحت نكر في رجلي. صارت لك الإصابة غاتي. هذيك الصحوة جتني يعني، بس مقوى قلبي ماشي بروحي. يعني انت عارف انك انت ماشي بروحك شو معناها. يعني انت خاش للارينا الدول العربيه كلها، الانسان حتى العالم ما رفعناش شيء. خاشين الدول العربيه كلها مجموعات من اقل مجموعه اقل حاجه 10 انفار. انت ماشي بروحك. انا ماشي بروحي بهلي لقيت عدي تعال جاي ولد بلادي تعال جاي حد يلصق فيا من ريحه البلاد. تفكر ان اللي يصور فينا باش احنا خاشين للارينا علي من سلطنه عمان. علي قلت له ما فيش، انا اللي متفاهم معاه يصور حاليا، هذا مش حدث، هذا الحدث العام يصور، فعلى الاقل نطلعوا بحاجه صور. يلا خشوا قال نصور. لكن والله شوف الحاجه الحلوه انك انت اول مره تمشي بروحك، لكن بعدين تلقى روحك ماشي رافع معك ناس. لان يعني ممكن هذه كانت الفكره اللي في راسي، غير انا مش واعي لها يعني. انا ماشي انا لازم تمشوا،
لازم تخشوا في الحاجات هذه. لازم يكفي اننا قاعد نلعب هنا ونتنافس مع الشخص نفسه اللي يلعب هنا او الشخص الثاني اللي يلعب في الصالة الثانية. لا، اطلع لي من المنافسات الداخلية هذه، عادي برا. اطلع برا. تست المستوى متاعك فعليا انت شن تكون. وصدقني التست هو مش معناها لو انت طلعت فاشل او حاجة. انا في لقطة ان بتروحونا بالذهب، نقصوا لي فيها الثقة شوي. تواضعوا شوي. على اي اساس؟ إيه. على تاريخنا. يعني انت غير برا مجرد المشاركة في حد ذاتها، انك انت قاعد تطلع من البوب اللي انت عايش فيها. يعني انت قاعد تشوف الناس التانية كيف. يعني تخيل حاجة من الحاجات اللي انا كنت نشوفها. انا نلعب انا وياك على نفس الفئة محمد، بس انا جيت في الهيت اللي قبلك. لما انا طالع نعطي فيك في تبس ان محمد رد بالك راه هذيك كدا، رد بالك دير هذيك. يعني انا نعطي فيك في حاجات حتخليك لو انت طبقتها ممكن تجيب سكور خير من السكور متاعي. صح. يعني تخيل انت وين المستوى متاعنا. يعني احنا ماشيين فور فون. صح. اوكي نبي نربح اكيد، ما فيش حد ما يحبش اكيد. بس أنا فعليا ماشي فور فون. يعني فكنت ماشي لما مشيت كنت حاط حاجتين في دماغي. يعني بحكم الكاتيجوريز متاعي اوكي نعتبر حالي باهي فيه، يعني مش غرور يعني. اوزاني الموفمنتس اللي ندير فيها كلها يعني في الفئه متاع ال 45 سنه نعتبر ما شاء الله اموري تمام. فحاط في دماغي هنا البوديوم يعني. وحاجه تانية اللي إن عدد المشتركين مش زي العدد بتاع المشتركين في الفئه اللي كان فيها عدي تقريبا 40 مشترك. احنا ممكن 15 او 14. ما زلت ملمومة. يعني سهلة يعني عرفتها. بتنحي 7 من هنا بتعافر انت وخمسة تلقى روحك انت طالع مع 3. يعني كنت حاط في دماغي قلت البوديوم راكب عليه باذن الله. هي كسرتي في العالم. ممكن الحماس الزايد. الثقة الزايدة حتى هي، لكن والله ما كانتش ثقة الغرور. يعني كانت الواحد عارف روحه عشان عنده يعني. اكيد. فنتفكر ان بدينا الايفنت الاول، هم كان اول يوم 3 اختبارات. الاختبار الاول كان اموره تمام، اللي كان يعتمد اكثر حاجه على الجيمناستيك. الاختبار الثاني كنت انا عارف انه ما يصلحش، كان ركض وسباحه وركض. فقلت هذه اللي عدي هذه عودة يخدفها نمبر 1. يعني كان اول ايفنت يلعبوه الاليت وتخيل انت كيف نبي نوصف لك اللقطه. يعني ريت اول امتحان تديره وتسكر النتيجه، واول امتحان يصير يعني في الكل. فعدي جاب الاول في الايفنت نمبر 1 هذاك. فخلت الحكايه كلها هو من عدي هو. عرفت اللقطه وين؟ لا، عنده تكنيك غريب في اللعبه. ما شاء الله عليه. يعني مش تكنيك انه هو قوه. يعني انا نبدا نتفرج. يعني بعد ما ضربت رجلي قعدت كرست حياتي لعدي غديك. عرفت ما عندي الا عدي. ف غير على قولتكم بحت يمين بحت يسار يا راجل. شوف وين وصلوا. من اللي كمل قبلك، من اللي لا ما يتناقشش مع الجادج. نورب اتس اوكي. فوكس مع روحه، مركز مع روحه بطريقه غريبه يا راجل. ما شاء الله يعني تحس عرفت انت لما تبدا تخدم في اليوم العادي انك انت تصلح في الغلطه متاعك بعلاش انا ما صار تشيك قريب. تحس يوقف يفكر ليش. يعني ما فيش. ولما يمشي خلاص يكمل وبيطلع يجري باش انك انت خلاص انت كملت باش تمشي للاخير. ما فيش العيطه متاع الفيكتوري هذيك والطغيان لا بجدي. هو اساسا لانه هو من الاساس هو اصلا متربي على الرياضه اصلا. بالضبط رياضي يعني واحد قديم. اولمبي يعني. فمش موضوع جديد عليها هو. لكن اللي شفته فيه انا رهيب. يعني شهادتي فيه مجروحه فوتته بيشوف روحه هو. فدرت الايفنت الثاني. هو كنت عابي انه في الايفنت هذا انا مش حندير نتيجه كويسه. يعني في النفس مش قوي هلبة. مع هذا كانت نتيجتي باهيه، لكن انا ما شفتش النتيجه. خشيت على الايفنت نمبر 3 من غير ما اشوف النتيجه بتاع الايفنت نمبر 2. في الايفنت نمبر 3 اللي هو الليفتنج اللي هو حتتنا بقى. لعبنا الثلاثة الجولات الأولاد اللي كانت على السناتش رقم قليل. خشيت على 3 جولات الثانيات بتاع الكلين اند جيرك. نلعب على 115 ما نقامش. لو واحدة قلت للجاج قدامي قلت له خلاص سكر على 110. يعني 110 قمتها. 115 ما عطتش معي في الجيرك الفول سبورت بوزيشن.
شفت الوقت كانت هي الجولة دقيقة ونص. دقيقة ونص انت عبي ارفع لفت واحدة، تدير فيها انت حر، مش موضوعك، انت تعبي اوزانك وانت تقيم ايه قلت لك خليها ما تسكرش بنزيد. هذيك انا اقتنعت بحاجة اسمها الطمع وقطع الركبة متحدي. هو جسمك في البدايه قال لك اسمع هذا خلاص. قال لك خلاص، انا قلت له خليها بنزيد. لما قمت الجيمة ما كانتش الجيمة غلط، ما صح. طاحش علي البار، ما يعني عرفتها متاع مش فاهم شن صار، لكن خيرة رجلية ما عاش قايميني. ماسك ركبتي عرفتها يعني ليش أنا نازل، ليش أنا لوطة طاح علي البار تخت، ما عادش نتفكر. يعني عرفتها بالسرعة. الحاجة الوحيدة اللي لما شفت الفيديو كان في محمد صاحبنا من مصر، هو كان يصور في شرف الدين وراي، هو صاحب شرف الدين، لكن أنا كنت قدام في اللين الأولى، فهم ما كانوش يقدروا يخشوا الداخل، هم برا. فلما نرفع انبهروا بالأوزان والطاق طاق طاق. فالفوكس هي حتى البنت اللي تدير في الجو تنشط والامور كانت جايب معتصم مغربي رقم كذا اسمه تنديزي مش عارف شيء، نزل معتصم المغربي. يا ساتر. كان في دكتور محمد حتى هو صدفة كان مع الجمهور، فنقز هو طول، كان هو اللي دار، هو اللي ليه الفضل الأول بأمانة يعني، دار الإسعاف الأولي وخلانا قعدنا في المنطقة متاعنا. بس تشوف لما يبدأ شيء بروفيشنال، فيش تعالوا ارفعوه كركروه لبرا، ما يحرك حد، ما ألعبوا كملوا يطلعوا الجروب اللي كان يلعب ويخش الجروب اللي بعده والعبوا. انت ريت الارينا مانجر، ريت الجوج، ما فيش ولا حد تحرك وجاني، كلها واقفه من برا، كل واحده كل حد شاد خدمته. هذه الخدمه بتاع الميديكال تيم. جو جماعه الميديكال تيم جابوا التلج جابوا الكدام، ما تحركوش ما حركونيش بامكان اللي جت سياره الاسعاف رفعوني صورنا امورنا تمام حياتنا سعيده. الرجل مكسوره، لا الرجل مش مكسوره، صورها بالطول صورها بالعرض صورها ما يقدروش نديروا الرنين لانها متورمه. الدكتور قال، كانت معي نسرين، قال لي الدكتور قال لي امورك تمام خلاص ما فيش مشكله يعني. اوكي شفت نسرين باش تسكر الحساب وكذا، جيت لقيتني نمشي، شو تدير؟ قلت نجرب فيها قبل لا نطلع، نبي نجربها تمشي ولا ما تمشيش. هني تعرف محمد شن صار، وانا مروح مفكر في حاجه واحده، يعني انا خذلتهم. خذلت من بالضبط؟ خذلت هني الناس اللي كانت عابيه انه واو بيروح بالذهب وبيروح بالبرونز وبيروح بالدنيا. مين اللي يرفعني غاديك هم منهم؟ ليش خذلتهم يعني؟ علي حطوا، طبعا نتكلم عن الناس المنافقه، ما نتكلمش عن الناس اللي تحبني فعليا. علي حطوا اللي بوست، يطبلوا خلاص حطوا بوست، حطوا ستوري. ما هو ستوري نحط عند اصحابي واحبابي والدنيا كلها. اوكي قدر الله وقدر، ايش بندير يعني؟ صح يعني عمليه يعني وتر وعضله انقطعت وعمليه وعرس كبير يعني. يعني قاعدين مش موضوع بسيط. قاعدين احنا في 4 شهور تو، وقاعد انا مش فولي ريكفرد يعني. بلان بي، احنا ماشيين على بوديوم، ما فيش بوديوم في كوميونيكيشن. صح. ما انا عندي الحاجتين، عندي الاكسس بتاع الاثليت، وعندي الفي اي بي اكسس بتاع البوكس اونر. يلا خلاص اخدم على الاخر، اخدم على الاخرى. ركبت تعرف والله وصلوني، حطوني في الروم تاعي في الاوتيل، دوشت ونزلت وكراعك ما بكراعي قلت لها هيك الني سليفز، عرفتها ان البسوا فيها ناحيه اللي مديرينها لي هم، قلت هيك للني سليف، حطيتها وقلت هيك للارينا، لا توم قعمز انا نتعرف ونشجع ونصور ونهدرس ونغطي حاول ان الفرص اللي تجيك تستغلها قد ما تقدر. صح. يعني ما نعرفش نتمكن مرة تانية ما نتمكنش، نسافر مرة تانية فرصة استغلها، ما تراجيش لما تجي فرصة بالك ما جتش. صح يعني فعليا يعني في حاجات زمان قلنا خلي العام الجاي، ما جتش العام الجاي، ما كان قريب ما فيش عام جاي مرة واحدة أهو. فهي كانت حاجة من الحاجات اللي غيرتني يعني. حتى في يعني المعروف إنه شوية خلوقي ضيق،
باهي، ولما نتنرفز يعني يمشي معي اليوم كله هيك. في الموضوع لما صارت الإصابة لا بديت أوكي بنرجع، لأنه مستحيل نتغير في مرة واحدة يعني. بنرجع معك لكن بعدين خلاص ننطفى، نرجع وين ما كنت عادي ايزي. وكانت كانت تجربة تحفة طبعا. ودي علني هلبا ركبني نزلني ركبني نزلني. نطلعوا بريك عندنا بريكات قصد فيه أغاني يجوه اوكي. مفروض حطوا أغاني. وصلنا عند لا احنا فصلنا يعني نبغى نرجع للمود متاع الحكايات. يعني لا نرجع. يرجع هدرسة هي هدرسة وانا هدراس. كنا آخر حاجة دوينا فيها على الإصابة وهيك. في ناس يقولوا إن قرب المايك عندك أكتر. تمام. في ناس يقولوا إن الكروسفيت مش صحية بسبب إنها خطيرة، خصوصا فيها حركات هلبة كومبلكس. على عكس مثلا صالة الحديد اللي عبارة أنت وزن شلته، فهمت؟ ما فيش الكومبلكسيتي بتاعت الكروسفيت. فأنت شو رأيك؟ شنو ردك عليهم؟ خصوصا مثلا أنت صارت لك إصابة. أنا صايرت لي إصابة، فما يقول لك باب النجار مخلع. لو احنا بنشوفه في الدراسات الرياضية، أما أكتر رياضة فيها إصابات رياضة الجري، الركض. الكورة، الركض رقم واحد في الإصابات الركض. بس ليش احنا الكروسفيت خدت السمعة هذه؟ أول شيء لأن الحركات تعتبر شوية توزيع الحركات فيه رتم سريع. فأنت لما تبي تلعب بود، الود هذا يكون مثلا أمراب أو 5 راوند 4 تايم، يكون فيه كلين اند جيرك ب60 كيلو بالبار، بعدها بيجيك بول اب، بعدين بوكس جامب وانت لازم تلعب بسرعة وكذا. فهني تصير إصابة حاجة واردة، بس نادرا ما تكون الإصابات الكبيرة في الوركاوتات هذه. لأن أنت مهما كان الوركاوت هو، أنت الوزن اللي تلعب به أو الشيء اللي قاعد تدير فيه دي ما يعادل 70% من البي ار متاعك. بس وين المشكلة؟ المشكلة مثلا أن محمد ما زال ما يعرفش يلعب كلين أساسا زي ما قلنا احنا في البداية. فأنا ما نجيش لمحمد ونعطيه بار ونقول له العب كلين. صح. من قامز احنا عندنا حاجة تانية هنا هيك نحطها ملاحظة على جانب، أن الناس ما عندهاش وسعة بال. يعني تو عادة في أي نادي برا لما أنت بتجي تبي تلعب كروسفيت، فأنت جاي عارف الكروسفيت شنو هي وجاي تبي تلعب كروسفيت، فأنت أول حاجة بتديرها بتاخد فاونديشن كلاسز 3 أيام 4 أيام، جروب يتجمعوا ينحطوا على الويتنج ليست، يخشوا يلعبوا مع بعض فاونديشن كلاسز، وبعدين إنه ينخرطوا مع باقي المجموعات الثانية كل واحد حسب الوقت اللي هو يناسبه والتوقيتات. أنت بتجي تقول له بتاخد حصة تجهيز وكذا، وهذه مدفوعة بروحها، ثمنها بروحها. يعني بنحط 100 وكذا وبنخش طول لما عرفت اللقطات هذه. في ناس عندها إصابة وما يقولكش عندي إصابة باش إنها ما تنقصلاش ولا. شوية قاعدة الثقافة الرياضية نقولها ونكرر ونعاود. احنا الثقافة الرياضية شوية عندنا ضعيفة، مش نقول معدومة باش ما نظلمهاش، لكن هي ضعيفة. يعني انت جاي تبي تلعب رياضة، الرياضة اول حاجة قبل ما تبي تلعب رياضة في حاجة اسمها روح رياضية، في حاجة اسمها احترام الوقت، صح، احترام لغيرك، احترام المكان، احترام لكل شيء. عرفت؟ انت شخص رياضي، انت شخص محترم، تعرف كيف تتحكم في غيظك. في اساسا انت ممارسة الرياضة هذه انت قاعد تطلع في الطاقة السلبية باش تبدا بعدين في الدنيا محلاك كيو. احنا لا العكس، تلقى جاي جرين تلداخل، عرفت؟ في اعصاب. يعني تلقاه يلعب ويفنص في الثاني ما بيش يكمل، ولا قام اكثر مني يعني نقيم اكثر منه. فالاصابات اللي تصير، نرجع لموضوع الاصابات. يعني احنا مثلا نجي نتكلموا على السناتش، حركة وعرة جدا، خصوصا سناتش وانت طول لازم مش يس. ترفع، انت ترفع تنزل بتنزل سكوات. بسرعه، ولا سكوات سناتش ولا حاجه زي دي. فهنا انت موضوعك مش وزن، موضوعك ان شاء الله تقعد تلعب بالبار فاضي. صح، لين وصارت معي لين تجيب التكنيك. فمش كل حد يقعد يلعب بالبار فاضي. لا يعني نبي نحط وزن. مرات حتى ما يبيش يلعب بالبار فاضي عشان منظره، يقول اي كنا اي ضعيف. علشان منظر، علشان الحماس. لا نقدر نقيم هذوكم يقوموا فيهم. انا حتى انا عندي ناس يتمرنوا عندنا كبار في العمر، يعني في عمري ليه انا لما اقول ما تلعبش بالوزن هذا عادي قايمه. يا راجل هي مش فكره انك انت قايمه ولا مش قايمه، فكره احنا اوريدي
الكاتيجوري بتاعنا الفئه بتاعنا مش هذا الوزن اللي بنلعبوا بيه. امم يعني هم اللي حاطين اللعبه عارفين ان احنا مش هذا الوزن اللي المفروض نلعبوا بيه. صح. يعني فيش داعي احنا نزيدوا الضغط. صح. فهني يبدا فعليا عشان نتفادى الاصابات في الكروسفيت. اول حاجه المدرب لازم يكون مدرب، مش بالضروره يكون عنده شهاده من شركه الكروسفيت، لكن على الاقل يكون عنده خبره سنين. امم باهي. في الرياضه في نفسها. الرياضه هذه يس. المدرب يبدا عارف كيف يدير كنترول، كيف يدير سكان مم. للمجموعه اللي قدامه. انا ضد ان حصه يكون فيها اكثر من، لو مدرب جديد اكثر من 8 انفار، مم. ولو مدرب مخضرم. ما عندناش مدربين مخضرمين اصلا، احنا قاعدين يعني نعتبر قاعدين جد، هي رياضه جديده واحنا قاعدين جد. يعني نكذب عليك بنقول لك انا بنقدر ندير كنترول على حصه فيها حركات اولمبيه فيها 15 نفر. صعب اصلا. ما نقدرش حصه ساعه واحده ومحدد بالوقت وحركات اولمبيه وخصوصا 15. اصلا انت هي مش حصه انت تعطي فيها في اليوم، انت تعطي قبلها وبعدين بعدها. حتى إيه. لو كانت حصه واحده بس انا يعني عندي زوز عيون. لو بنلعب ال 15 كل واحد انت قيم، هي نزل انت قيم انت، هذه تبي اكثر من ساعه. صح. فيا بالك لما تبدا الحصه فيها اكثر من العدد هذا ويختلوك يعني المتدربين يختلوك يعني انت مثلا نبه عليك محمد ما تقيمش وزن اكثر من هيك، انت هذا وزنك ما تزيداش. عنا لها شويه مع مالك ولا لها شويه مع متين مثلا فور اكزامبل، ولا واحد من الشباب التانيين، جينا لقاك انت قايم وزنك، لا قلت خلينا نجرب. هي خلي نجرب، هذه هي اللي بينك وبين الاصابه. خلي نجرب. هي لو بنجي نتكلموا على الاصابات بتاعنا احنا في ليبيا، 3-4 الناس الحلوه اللي تتمرن عندي انا بالمصطلح هذا ارتزيت فيهم من سب الكوره. حتى انا جيت فتره طويله وقفت بسبب الكره. يعني يقول لهم تلعبوا في الكروسفيت اللي هي يقولوا عليها لعبه الاصابات، ما صار لكم شيء زي جنون قاعدين وتمشوا تلعبوا كوره، نلقى الرجل مضروبه الركبه مضروبه تقعمزوا ب3-4 شهور ما عادش تتمرنوا، ما عادش تقدر انت بعد. يعني يا ريت انت في البيك تبدا. أنا متعود إني نمشي مثلا الساعة 8 نلقى في فلان وفلان 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 جروب في بعضنا. عارفين الشعور متاع إن لما نبدو نقروا وبعدين نخشوا على العطلة بعدين نرجع نقروا من أول وجديد. الرجعة هذيك لو إنك أنت مش من النوع اللي تطلع تلعب في الشارع وتتلاقى مع أصحابك اللي أنت تقرأ معاهم في المدرسة، تجيك فيها وجعة بطن صح. فيا بالك هذيك كانت بالسيف عليك إنك أنت بترجع للمدرسة، يعني ما فيش مجال إنك أنت. هذه أنت اختيار. أنت نرجع غدوة، نرجع يوم السبت بداية الشهر فتهرب منك. فهذه فما ظنيتش أنا عن خبرة نقول لك يعني أنا الإصابة اللي صارت لي مش من اللعبة، كان إجهاد زايد، كان مع زي ما حكيت لكم يعني أنا أوريدي جسمي قال لي راه خلاص. يعني اللي صار أنا الوتر اللي راكب في الركبة اللي جاي من العضلة كان يستيك وجبت لأقصى حاجة قلت تك هو لحمه اصلا قلت تك تقطع من جدوره. يا ساتر. تمام. مش ان هي يعني هذه ممكن كانت تصير لي ملاعبي كوره، كانت تصير لي واحد يرفع في الاثقال يعني عاديه يعني. انا ضد التسميه متاع العب بتركيز باذن الله ما يصير لك شيء، سواء لعبت كروسفيت لعبت كارتا لعبت تنس لعبت شو بتلعب يعني ما يصير لك شيء. احنا كنا ندعو على البطوله العربيه. يس. وبعدين كنت حتى بنخش لك في موضوع البطوله الكروسفيت اس دي. تمام. تمينا البطولة العربية وكانت بالنسبة لي مش كتجربة أنا كأثليت كيلعب، لا كفاوندر ككوفاوندر كمانجر متاع البوكس نفسها، كواحد مداير بطولات سابقة. يعني احنا البطولة متاع الاس دي تشامبيونشيب اللي حضرتها معي السنة هذه تاني سنة تقام وفي نفس المكان في معرض طرابلس الدولي. حتى السنه اللي فاتت يس حتى السنة اللي فاتت كانت في معرض طرابلس الدولي، كانت من ضمن الفعاليات متاع معرض سبورتكس بتنظيم متاع رواق وزهير وجماعة. لما جت السنة هذه لا واحدة قلت لهم نعمل على الطاولة اجتمعنا 1 2 3 بنديروا أول يوم كذا،
ثاني يوم كذا كذا كذا، ثالث يوم كذا. الشباب اللي معاي اللي يخدموا، يا شباب انت بتدير لي كذا كذا كذا، انت بتدير كذا كذا، انت بتدير كذا كذا. يعني التنظيم كان اقوى من السنه اللي فاتت بهلبة كحنيك. هو المعرض اساسا العام هذا كان تنظيمه اقوى، بس احنا كحنيك كان تنظيمنا اقوى. فكرة الانفتاح هي متاع البطولات كان أقوى بالنسبة لي، لأن قبل ما ندير البطولة متاع الSD Championship من البطولة العربية اللياقة البدنية، مشينا للجزائر للفينيكس شوداون. حتى هي يعني كانت عدى معك الفهري، عدى معي بطل نجم النجوم الفهري. الفهري ورحيم وبراء وعاصم ومالك، ومشوا معي حتى الشباب من الأيتيم. كانوا موجودين، كانوا في 3 جروبات من الأيتيم. يعني كان مستوى جميل، مستوى كبير، مش مستوى جميل. يعني الناس غاديكا كانت تجي تبارك لي، يعني هم يعني بحكم اني ما نلعبش، انا ماشي كضيف، كان ماشي كتنظيم في السكورينج اوكي وليبي، فيجوا يقولوا لي الشباب اللي عندك الله يبارك. ما شاء الله. اضبط لنا مش على الفهري يعني اكيد يعني. كانوا يدوا عليه عربي وعليه على. فكان ادائهم رائع بجديات، كان ادائهم رائع. بطولة الفينيك كانت يعني هي ثنائيات، وكان بلال في الجزائر بيفتح المكان الجديد اللي هو الوودلاند، فكان يبداها بإيفنت كبير على مستوى المغرب العربي وشمال افريقيا. فكانت جميلة، وحتى هي ساعدتني هلبة في الSD Championship من ناحية التنظيم. خشيت في السكورينج يعني ايه، شفتهم كيف يخدموا هيك. يس يعني كنت مقامز مع جماعة سكورينج، ما باش نخش اني يعطيني ندخل، لا اعطوني ننظم معكم وانتم دخلوا باش يبدا الموضوع كله بتاعكم انتم من A to Z. بس انا موجود في السكورينج، موجود في الارينا، موجود في الورم اب اريا. التفاصيل متاع التفاصيل يعني تخيل انت تمشي الصبح الساعة 9 تطلع عليني يكملوا ما ندير شيء لانه مونيتورنج يعني مش. فهذا ساعد، لكن بصراحة اللي ساعد حقاني كانت الألفات، يعني بحكم انها حاجة كبيرة. خصوصا هي انت قلت قديمة لها 12 يعني سنة. السنة هي توا في شهر البطولة العربية كانت أول سنة باي، بس اللي نظموا البطولة العربية اللي هم الألفات نفسهم، هذا التوا في شهر نوفمبر اللي بنمشي لها السنة 12 ما شاء الله. فلما درنا الSD Championship كانت في شوية شروط، كانت شروط من من رواق، بحكم انه بنديروا البطولة للسنة الثانية، ف نبي كذا نبي كذا نبي كذا نبي كذا حاضر. مسار الصريم كانوا الدعم الفني، المعدات وكل شيء، ما رفعنا شيء من البوكس هنا. صح. يعني هذه حاجة تفرح بها محمد هنا. مثلا كرتاج لما يديروا في كرتاج شروداون اللي هم موزو بتاع تونس، كل شيء من عندهم، هم ما عندهمش سبونسر بتاع معدات. يعني الإيراد اللي يصير من البطولة ياخدوا فيه باش جزء منه يطوروا به من المعدات بتاعهم باش يديروا النسخة بتاع السنة اللي جاية. احنا ما فيش إيراد يجي من البطولة لنا فور فري يعني. مسار الصريم الراعي الفني، رواق كتنظيم وكتجهيز المعرض والمساحة اللي احنا فيها، والكروسفيت SD الجوائز المالية. يعني وكان معنا مركز الوتر كراعي طبي، ما فيش الراعي اللي يدفع، ما عندناش يعني، ما زلنا من يعني الموضوع يبي أكتر خدمة، يعني أكتر خدمة من أنك أنت تبدأ في شهرين وهي وكذا. باهي هذه حاجة بنسلك فيها على الموضوع الدعم من الدولة وهيك. باهي أنا ما أحبهاش الكلمة هذه، وحتى أنا مثلا يعني نبغى الدولة أبدع بروحك توجيك الدولة. باهي هل تشوف ممكن لو في المستقبل مثلا لو نحكوا مثلا على الفينيك اللي صار في الجزائر؟ الفينيك شلون هي؟ شوف اساسا قرب المايك شوي. هي اساسا اللعبه في حد ذاتها، يعني لو بنجي ناخذها من مصدرها فهي لعبه انديفيدوال، لعبه فرديه كروسفيت. يعني ما فيش فيها اتحاد، ما فيش فيها تمام. فعلى اساس الدوله تجي بتدعمك في الموضوع، هو بتعطيك دعم باش انك انت تدير بطوله. لكن انت تقدر سبونسر يكون عن طريق الشركات، سواء شركة يعني احنا نعرفه مثلا
الشركة الكبيرة تبع الدولة. يعني خلاص يعني مش لازم أكيد. وزارة الشباب. بالضبط. اوكي تجي وزارة الشباب والرياضة مثلا كاسم ينحط منظم. برعاية وزارة الشباب والرياضة، فأنت بالتالي كأنك كنت مداير برعاية شركة الكروسفيت الأمريكية، فأنت واخد الجرين كارد من المكان الرئيسي باش إن الناس كلها تضمن إنك أنت موضوع رسمي وصحيح. إيه لكن بالله خلينا طبعا نتكلم موكي اللي بيلعب حديد وبيسافر بياخد كرت احتراف ما فيش دعم والدولة ما تدعمش فيه. اللي بيلعب تنس ما فيش دعم والدولة ما تدعمش فيه. وانا بنمثل ليبيا اكيد بنمثلوا ليبيا احنا، لكن ليبيا ما عاش عندها. ليبيا ما خلولهاش باش تدعمنا. هل نبطلوا نقامزوا؟ ما هذه يعني من الكومبليننج هو هلبا يا اخوي انطلق. انت صدقني ما فيش حد تبي تطلع يعني تمشي تشارك في بطولة. تقدر تشارك في بطولة. التيكت أنا متأكد إن ما فيش حد يحير فيه تيكت، لأن إحنا ما جاتكش البطولة على غفلة. البطولة راه هي مجهزة روحها قبل بسنة. أنا أفتح لك الابليكيشنز اللي إحنا نتعاملوا بها تشوف إن تلقى إن من هنا أقل حاجة 6 شهور القدام أنت عارف البطولات كلها وين. فمن هنا لي 6 شهور القدام تقدرش توفر حق تيكت. نوعي مستحيل. بس هل ما هو كيف ما يقولك أنا بنمثل ليبيا بمرات أنت تمثل في نفسك عزيزي. أنت أول حاجة تديرها تفحج علينا إحنا الليبيين بعدين. يعني من بنقدر إحنا نمثل في ليبيا وين الوطنية اللي تحكوا عليها؟ لما تمثل في ليبيا أي نعم إحنا ما عندناش حد لعب باسم دولة تانية تقريبا ما عندناش، أو كان في حد لعب فهو مضطر. لكن أنا ما عنديش ثقة في الشباب الجد هم اللي طالعين. آسف جدا يعني أعذروني. يعني ما نحسش حتة الوطنية قوية عندهم للدرجة متاع أن لو تجيك قطر ولا تجيك واحدة من الدول تقولك ألعب باسمي حتقول لا. ما أنا درتها ريتاج سايح. هي توا لا ليبيا. لكن دارتها أن هي جاها عرض ورفضت. أوكي. لكن ما فيش منها هلبة البنت هذيك أصلا. أنا ما تعرفتش عليها شخصيا، شفتها في جت هي حضرت في البطولة بتاعت الاس دي. جدا. إيه فباين عليها شخصية. وأنا أسمع أنا بصراحة ديما في أي هلبة مجالات العنصر النسائي ناقص فيها. خصوصا مثلا حتى كرياضة في الرياضة بصدق في سلام الشريف تقريبا كوتش متاع كمال السام. ايه بالضبط. عندك ريتاج حتى كصناعة أفلام ما فيش نوعا ما تقريبا ما فيش حتى صناعة. أغلبها نساء مصورات. هل إنهم تحس إنهم كسولات أو لأن ثقافة المجتمع ما هم هذه لها دور كبير. بيجي ثقافة المجتمع. فإحنا في ثقافة المجتمع هي مش ممنوعة من الشغل أو ممنوعة من الشغل المعين. هي مجيش في ثقافة المجتمع ممنوعة من الطلوع ومن الخشوش ومن كل شيء. صح. فهم مش مقصرين في الطلوع والخشوش والوظيفة يعني مقصرين في جانب الإبداع أو جانب الإبداعي اللي يبي يتعب. تحسهم هم مخدوع على الدلال ما يبوش يتعبوا. لا ممكن أنا توا يعني حتى شغلكم أنتم راهو فيه تعبرة جدا. يعني تتفكر في الفيلم اللي صار الريل هو ريل فيديو صورنا لي بين لبدة وصبراتها بالضبط. يعني ساعة قداش كنا نطلع 5:30 تقريبا من هنا نقعد نروا على دقائق. صورنا في 3 أماكن. نهار كامل يضيع على دقائق. كم ثانية بالضبط. فهو كجيل جديد مثلا كتصوير طالع بهلبة بنات تبي تخش في المجال هذا وتبدع فيه، ومنهم ناس أنا نقري فيهم مش نقري فيهم بس مثلا شنو ياخذوا مني في تبس كورسات وتبس. منهم بنت أنا عطيتها كورس قبل تصوير فهي لك من زمان عينها على الفيديو فتخش لي في الشات محمد أنا صورتها لك شنو رأيك كيف ندير كيف نحسنها فاهم. فلدرجة أنا كلمت أختها الكبيرة قلت لها راهو أنا عندي بروجكتس الفترة الجاية أفلام وثائقية وهيك فبتجيبيها باش تتعلم حتى لما نبقى نمنتج بتجيبيها تتفرج على المونتاج باش تحرك روحها فاهم. فمنهم كيف أنت ريتاج ولا سلام
وجود العنصر النسائي مهم باش يغير النمطية اللي ماشية، فهمت؟ ما هي انت باش بتغير النمطيه هذه بتتعرض لنقد كبير. يعني مثلا تو احنا منبوش نحطوا زوز في مقارنه بقى. ريتاج لان هي تلعب في رمي القرص ومثلت ليبيا هلبة في محافل دولية، وكانت تجيب في الذهب وتجيب في الميداليات وهيك. فتقبل المجتمع عليها حتى لو كان رافض في البدايات معي وتنمر عليها. بعدين بدأ ريتاج في الوقت اللي احنا نجي نشوف سلام لنا قاعدة طالعة بحاجة مختلفة جدا خارج الصندوق. يعني بطل، ما هي منبوش نقول هي مدربة كمال أجسام أو لاعبة كمال أجسام، بس واخد الموضوع بشكل احترافي. فشكل الجسم والتفاصيل الجسم مخلي الموضوع بالنسبة لها يعني غير. هي روحها جميلة ومش مركزة على التنمر ومش معدل عليهم. يعني هي صح. مقتنعة باللي هي تدير فيه. صح. لكن التنمر غريب. أنا مدير معها حلقة في البودكاست السنة اللي فاتت، لدرجة سألتها أنت لوحها الحلقة؟ قالت لي عادي. قالت لي أنا في صفحتي الشخصية هيك يقولوا. يعني تخيل نفكر في ريل هو جايب تقريبا طق 1,000,000 مشاهدة. ريل واو. والتعليقات السلبية الغريبة. يعني أنا حاجة ما عجبتنيش ما ندير سكرول وتمت. يعني الكلمة اللي لوحها هذه، الرصاصة اللي لوحتها، احتمال الشخص اللي أنا قلتها له ممكن أن الكلمة هذه ينتحر بعدها. صح. يعني ما نعرفكش محمد، ما نعرفكش. يعني ما نعرفكش يعني ليش بنعلق على قميصتك ولا بنعلق على شكلك ولا أنا ما نعرف. وبرا علقت أنا شو اللي تنحى من عندي استريحت. هذه اللي بنفهمها. خاصة تلقاهم كلهم مفرغ. الناس ما عندهاش ما تدير في حياتها أصلا. نحوا من ايديهم التليفونات. انت عارف ليه نتحشم؟ يعني البرنامج الحلقة مصورينها لها سنة. من يومين فاتوا لقيتها طالعة في واحدة من الصفحات التافهة دي الليبية الغريبة. هي الصفحات اللي ما تفهمش مولاها منه أصلا. صح. وهو هي الحلقة نفسها ما حققتش المشاهدة اللي صارت في المقطع. يعني التعليقات كم التعليقات غريب. بروا وشوفوا الحلقة يا ناس. يعني انت مش شدك الموضوع برا تبع اكتب كذا كذا اسمها اسم القناة وخش على اليوتيوب وشوف الحلقة كاملة. على الأقل تعال سبنا انت فاهم الموضوع شنو هو. هذا الموضوع بجديات. هذا الموضوع يبي له تقعميزة كبيرة. يبي له ثورة. ما يبيش تقعميزة، ما يبيش هدرزة. يبي عرفت شرطة وأي حد يحط تعليق مش مزبوط ينطب. 10 الواحد ينطب، الباقي كله يخاف. تتفكر ما تفكرش انت كنت صغير في وقت وانا ما عشتش في ليبيا، انا عشت حياتي كلها في مصر. ياي اوكي. بدي احنا كيف روحنا من برا قاعدين برا في فترة الأحداث متاع الثورة في 2011. أنا مش بعدين سكروا علينا النت. قبل ما يسكروا علينا النت تاعنا مش كانوا من برا يروجوا للثورة عن طريق الصفحات وكذا. فالناس لا ما تعلقش، لا تخاف انه تنطب تعلق تنطب. هذوكم اللي كانوا دايرين متريسين على الصفحات ان اللي يعلق ينطب وينهم؟ نبوهم تو باش ان هم ما نبوهمش على التعليقات السياسية. نبوا على التعليقات هي بتاع التنمر. يعني يتنمر على حد كبير، اللي يتنمر على سياسي، اللي يتنمر على الدكتور قاعد طالع يلقي في محاضرة. فوت خد اللب متاع الموضوع، ما تحكي ليش ما بيش نطلع شكلي بليد هلبة في الحلقة متاعك. ومعك حق فهمت. يعني حتى في حلقة متاعت من الحلقات الأولى اللي درت في الحكم دار مع تركيا بن سعود الرسامة. يس نعرفها. لما حطيتها على التيك توك مسيبين هي البنت تكلمنا على الرسم متاعها. انت حطيت ريل، حطيت دقيقة او حاجة زي على التيك توك، مش حطيت الحلقة كلها. بالضبط هيك حاجة بسيطة. وكانت تتكلمنا دوين على اللهجة ومش عارف شيني، وانخلعت اني انا مصراتي زينا كلنا طبعا. خشت بنت قالت واحد خشت كومنت والله وين ماشي يا ليبيا. الله اعلم مش عارف وين ماشي. عليك تعليق حتى ما تفهمش شنو يبي. يعني مثلا خلاص احنا المفروض ان احنا في ليبيا ما نقعمزش انا وانيسة ولا سيدة
ما تطلعش هي تقعمز تتكلم تعبر. لو طلعت مفروض انها هي لو كانت هي مش محجبة وهذا موضوع خاص بها برضو ما تطلعش مش محجبة. لو كانت محجبة بس انها هي لطيفة وجميلة لا مفروض ما تطلعش. لو كانت حاطة ميك اب لا مفروض تمسح الميك اب عشان تطلع تندب. والله تطلعش خلي الكرسي باهي فاضي خوي شو رايك انت اللي ما تطلعش وانت اللي ما تتفرجش علينا مرة والله واحدة. والله. يعني هذه هي بجديات. يعني التعليقات هي مثلا زي ما نشوف في برنامج على بياض شو اسمها هي زينب بتربح. زينب ايه اوكي نجحت ما فيش حد ينكر انها نجحت. اوكي مقلدين برنامج تاني اوكي أكيد. بس ان احنا اساسا نعرف ان اي برنامج ينجح فيقلد صح. يطلعوا منه كذا نسخ. يعني كل بلاد تاخذ ممكن يكونوا حتى واخدين دي صارت حتى في مسلسلات واجد وحتى مثلا مسلسلات مثلا أجنبية قلدوها الأتراك بنفس الطريقة المصريين يعني عدوا انا قلدوها. اخذت الفكره متاعك وممكن حتى واخذ منك حقوق ولا دافع لك ولا في راس موضوع بيني وبينك. التعليقات غريبه نلقى فيها تعليقات غريبه. وفي الوقت نفسه مره صادفني حلقه هي أنا هي بالعاده كانت ضيوفها كلهم ليبيين. بعدين جابت حد مش ليبي. لما كانت تجيب في الضيوف الليبيين كانوا ينزلوا فيها في نزول غريب هي وضيوفها. لما جابت اللي مش ليبي نزلوا فيها السخف خيرك انت مع هادم اسئلتك واخده بخاطرهم مش زي ما كنت تديري مع الليبيين. فهمونا يا ناس يعني تجيهم هيك لا هي الفكره انك انت استمر حتى ابدا احسن واحد. ما تدورهمش زي مدارة بالضبط. سلام يعني ما شاء الله عليها هي ومتمكنة وهي قديمة هي حتى في الحديد من زمان أنا نعرفها وديما تتمرن بس خلاتها شنو من طريق بروفيشن. هذا بنخدم عليه وهيك. ما انا قلت لها مره قلت لها السلام يعني وانت بتوصلي مسارح بطولات دوليه مستحيل بالمنطق. محمد قال له واحده فهي ايش انت وانت بتوصل هي هذا الحلم. هي بس انا عارفه ان الحلم هذا ما يعني لو مشيت للحلم هذا ما مستحيل ترجع لي هنا. صح موضوع صعب. هذه مصيبه. يلا اللي بعده. ما دام حكينا احنا على البودكاست متاع علي بياض قرمنا كل الناس كذا كلها بسم الله ما شاء الله علينا ما خلينا حد نقرموا روحنا. يلا فكرة البودكاست متاعك انت تو قبل ما نسجل انت قلت ان مش مجرد بودكاست انت بتديره فهمت هو لا هي في مش فكرة ورا. ما هو اي حد بيقول لك انا الموضوع متاعي مش مجرد كده وانا موضوعي دا ونجيبوا زوزك عميقين يقعمزوا يهدرزوا الديسك هذيك عرفتها اللي هم ما يقدروش يديروها فهم يتنمروا عليك انك انت مديرها. ما كانتش الفكرة في البداية محمد. كنت نحاول اني نبي ننشر اكتر الوعي الثقافي الرياضي خصوصا برياضة الكروسفيت باش نفرقوا بين في حاجة اسمها كروسفيت في حاجة اسمها سويدي في حاجة اسمها كروس ترينر. فانت معلش يعني ما دام ربي يقدر علينا انكم انتم ما تحبوش تفتحوا وتخشوا على الجوجل وتبربشوا نشرح لكم احنا. ففي الاول كنت مكتف جهودي في الظهور في القنوات والراديوات والهيك. لقيت ان مع احترامي الشديد لكل المقدمين والمعدين والإعلاميين يعني الأخير هذه فيها تهكم بعد ما يعرفش يهدرز معك في الموضوع ما عندهاش خلفية على الموضوع. يعني تونا بيجي نقعمز معك في التصوير فما نقدرش نوصل معك عن الهدرزة اللي بتحطها أنت مع محمد إمام. صح. عشان الحل ندير ماي اون شو متاعي. صدفة كنت نكلم في واحد من المذيعين قلت له شو رايك نديروا برنامجك يكون انت الجو متاع المذيعين اللي يديروا فيه وانا نطلع معك بشكل دائم لمدة ساعة او حاجة زي هذه ونهدرز ونعدوا الحلقة مع بعضنا اعداد تام مع بعضنا فعلى الاقل نقدر نغطي الموضوع متاعي. قال لي اوكي فكرة حلوة خلنا نعرضها على المحطة قالوا لا انت اطلع منها خلوه هو براح.
يا ناس طولكم في عرضكم راني ما نقدمش ولا اي حاجه. ما نعرفش الموضوع هذا، مش موضوعي يعني. انا لاني مذيع ولاني اعلامي ولاني ولا حاجه يعني. فلا الموضوع مش للدرجه هذه. نديروا حلقه بايلوت نجربوا، كان في حاجه تتصلح احنا شايفين لك لقاءات، فانت في الكلام بتاعك انك انت مرتاح، ما عندكش لازمه معينه، ما عندكش كده، دير في كنترول كده، يلا نتوكل على الله. كان هذا الهدف يعني. الهدف انني كروسفيت شن كروسفيت هيك. بعدين لقيت انا مثلا بنطلع في 20 حلقه، نبي نعبي يومها كروسفيت كلها ال 20 حلقه يعني. وانا الكروسفيت نبي نتكلم عليه، عفوا بنتكلم عن الرياضة كرياضة يعني، مش مجلة بتتكلم على محمد القصير شارك في بطولة كذا كذا كذا، فلان الفلاني شارك في بطولة كذا كذا كذا، وجاب الترتيب بتاع الكذا كذا، وجاب الرقم اللي بنكسر لك المايك، وجاب الرقم مش هذا موضوعي يعني. حتى في كرة القدم لما نلقى جماعة تتعصب على خاطر الفريق وعلى خاطر اللاعب ويشروه ب3 مليون وردوه ب2.5 مليون، انت مال اهلك. انت طلع برا سياق الرياضه نفسها. بالضبط. انت بدأت كان الناس ما ندور في اخبار الفن يعني. بالضبط يعني زي. نشوفها ما فيش فرق يعني. انت تدور في اخبار نجوم الرياضه يعني، انت مش تدور في الرياضه نفسها شنية. فانا الموضوع يعني برياضه بقى. الموضوع ما نقدرش نغطي الكروسفيت بالشكل هذا في 20 حلقه. فهنا يلا خلينا نجيبوا ضيوف من رياضات اخرى ونحطوا مقارنات بينها وبين الكروسفيت. فهذا كان السيزون الاول. اجوا معي نزار المنصوري، عبد الفيتوري اللي هو اللوزة، عمر بحوية كيك بوكسينج، موي تاي، مجموعة ما بيش نتفكر نقول أسامي وننسى أسامي. وكان ديما تخش المقارنة بين رياضة الكروسفيت وبين الرياضة اللي أنا جاي بضيفي فيها. في السيزن الثاني بمجرد ما تمت السيزن الأول نتفكر كيف إن صورنا عرفت الستوري ذاك متاع هذه آخر حلقة في السيزن هواسي عشان روحت للحوش جتني رسالة من راديو الصحية. سكرت غادي تجي تبدأ هنا يراجعوا فيها. أقدر أصلا شو يعني ما سكرتش غادي غير أنتم شن عندكم شو تديروا. فلما مشيت لراديو الصحية حسيت أن الموضوعين يركبوا مع بعض. من راديو الصحية يكون برنامج رياضي، ضيوفي رياضيين، نتكلموا عن الرياضة فقط، ما ليش علاقة بالضيف. من يكون ضيف أنت جاي بتبريزنت الرياضة اللي أنت تقدم فيها، بتعطينا معلومات، بنسألوك معلومات عن الرياضة هذه. راديو الصحية فيه طابع خاص، هو مظلوم الراديو. مهني بدرجة ما تقدرش تتخيلها. نغمة طالعة على سياق الخطة البرامجية ما فيش، أغنية ما فيش يعني. حتى بين البرامج في حاجة اسمها ومضات يعني، ومضات حتى صحية وتنحط يعني هيك بخطة برامجية بتاع 3 شهور يعني. عندك الومضات بعناوينها يعني. أنا نكلم فيهم في المدير اللي ما يحبش نقول للمدير باهي، نقول للومضات هذه والله حرام، لازم تتمنتج كفيديوز ضروري. ما نديروا لهم لقطة مع بعض. أوكي قلت لهم نقدر نبدأ معاكم شهر كتجربة، نجربكم وتجربوني. لأن لما خدمت في ناس بودكاست كانت الخدمة مريحة جدا يعني. نحب لما نشتغل من الأول محمد نتفاهم معك 1 2 3 متفقين خلاص، ما تجينيش تحط لي 4 و3.5 خلاص أطلع من الموضوع. ما تحطش صبعك في حاجتي. وهذا انت بكي حكينا فيه، انت هذا كان اتفاقك معه. انا حنمسك كل شيء. ما تحطش صبعك في حاجة، ما تجيش على خاطر سياسة معينة أو حاجة معينة تقولي لا فلان ما تجيباش أو جيب فلان. حتى لو تبيني نجيب فلان اقترح اقتراح. صح. أنا نشوف أيوة أنا نشوفها يمشي حاله ولا ما يمشيش حاله. الصحية ما نعرفهمش، والصحية راديو دولة. فهم سياستهم كذا. فجربتهم في شهر لقيت الأمور تمام، انطلقنا توكلنا. حتى احنا 2 مع بعض ورجعنا السيزن الثاني في ناس. كان مختلف شوية لأن غيرت الظروف. انت طلعت حتى برا الموضوع انهم مدربين الرياضة. يس. بدأ الموضوع أن نبي حد يكون دار حاجة غيرت حياته.
فاحنا بنحكوا قصتك انت يا محمد، احنا ما بنحكوا قصه نجاحك. يعني هذه الفكره اللي ضد. انا لما تسمع اي حد يتكلم على بودكاست بيقول لك ايه واحد جايب واحد مش عارف شو مدايرين، انا ايش اللي علاقه يا اخوي؟ انا نحكي لك انه هو كان زيك. يعني اي حد دار حاجه في الدنيا راهو يوما ما كان زينا، بس انه هو سعى ورا شيء معين ومرخاش لولا زي ما نقولوا فيه. ما قعدش يستنى في الظروف، ما قعدش يستنى في الدولة تدعمه. ففي السيزون الثاني حاولت نحط هيك زي ما نقول لكم من غير ترتيبه مقدم برنامج او مذيع حقيقي. مذيع حلو حقيقي، يعني قصدي مذيع متاع برامج تلفزيون، يعني مش رياضي. حد ليه علاقة بالتقديم الرياضي. هذه الحاجات اللي برا تقديم رياضي كيف؟ معلق رياضي معلق هيك؟ رياضي، معلق رياضي، كورة ما كورة والكلام هذا، مباريات. كاتب. هذا حمودة، محمد حمودة. شخصية ناجحة في مجال كبير، يعني في عدد كبير من الشخصيات اللي متخرجين من نفس الكلية. لكن انت علاش انت اسمك كادي مع انك انت خريج معهد؟ كانت مع ايمان العرادي المهندسة. في البنت حليمة اللي جابت الترتيب الأول على مستوى جامعات اسطنبول في الهندسة. صدفت هذيك أن هي كانت هنا واقترح علي أحد الزملاء في المحطة، وسعدت جدا أني جبتها، مع أني كنت متردد في الأول لأن ما نعرفهاش بس لما جيت حسيت أن الباك جراوند متاعها اللي طالعة منها مش كقراية، كعيلة، شيء حقيقي، يعني مش لعب، عرفتها. فموضوع كبير مش ندرس فيه، بس نحيي الحاجة سالمة والدتها. جبت لينا كانت تتقدم في محتوى وتخدم هلبة في الميديا، وعندها حتى شركة، مش نقول اسم الشركة، بس ما تطلعش بوجهها في المحتوى الرياضي. تمام. هذا من الهكي. وبعدين قعدت بين الحلقات 20 حلقة الباقي كلها نجوم في عالم الرياضة، من كروت احتراف، من قصص من مدرب عادي أو رياضي عادي اللي أصبح واحد من ملاك أكبر الشركات، مستر كارب، حتى هو الفكرة متاع المستر كارب وكيف جد. فأنا نشوف إن الحمد لله، يعني حتى لو ما نجحش جماهيريا نجحت أنا إني كونت منها علاقات قوية هلبة. باهي. ممكن هذا يبان سؤال عميق شوية. باهي نتعمقوا عادي. كيف غيرك البودكاست؟ انت كيف كنت تشوف كيف ولا لا طبعا انا نقول لك ما كانتش عندي الانسيابيه هي في الحديث. تمام. ما كنتش نحب اني نخش في الشخص اللي قدامي ونهدرز معه بعمق، يعني إن ناخذ منك ونعطي ونسمع ونسمع ونحلل الكلام اللي انت تقول فيه. كنت كله يمر هيك مرور الكرام. في البودكاست لقيت ان موضوعي مش موضوع ان انا نوتي اسئله وجي 1 2 3 4 5، لا، يعني انت بتهدرز وانا بنقعد نسمع وبنسرح مع كلامك. صح. واللي بيخطر على راسي بالرتبه. يعني مثلا انت تهدرز معي الموضوع يخش موضوع يخش على موضوع، انا لازم نرتب الافكار اللي في المواضيع اللي قاعده تنطرح وبنخش بها. وحتى في حته تعاطف راي في البودكاست تصير او في الحواريات هي. يعني مثلا انا بنعرفك شخصيا ونحن نهدرزوا، فخشينا اتكينا على منطقه مؤلمه بالنسبه ليك، ما نزيدش نتك عليها، ما نطلعش بيك ترند، نسحب ونطلع نغير الحوار. تصدق لو نقول لك ان انا الى حد ما كنت قليل، ما عنديش كتر كلام وان في شويه خجل. هذا قبل البودكاست؟ لا هذا قبل الكوتشنج. قبل الكوتشنج. بالضبط. وحضرتك انت شنقاري. امتى بديت كوتش؟ ولا انت من البدايه كنت لا كروسفيت؟ لا 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 لا. في الاساس كنت نلعب في حديد زيني زي باقي هالناس، مش في ليبيا، في العالم كله. يعني من سنين، يعني منذ نعومة اظافري. بعدين نتفكر ان كنت تفسفس زي ما تقولوا، فاهم، تفسفس نقلب في الفيسبوك في 2016. شفت
حمدي صاحبنا. معلش لحظة. نيم تعال. تفضلي تاها. تمام 100. شكرا، قدامكم خير. شكرا. عندي الوحدة. إيه. قلت لك المهم في 2016 كنت نقلب في الفيس، شفت حمدي يلعب في كروسفيت. حمدي صاحبي، لقبة هارب من عندي لأن لقبة شوية مش من الألقاب السهلة. حمدي حزيزة حاجة هيك، هو فويس اوفر. المهم تعطس. لا ناخذ نتفاس ما انا مش نتفاس. المهم حمدي وين الجو؟ هو يهو لهني قال وين؟ قال لي في نلعبوا في ألفا فتنس، كانت صالة اللي تابعة لرايف وفاء ورقعة شعب، كان يعطي فيها كابتن أيمن الغرياني. هذه تقريبا زمان، حتى هي في 2016 2017 جد قدامي موضوع الكروسفيت، فخشيت درت سيرش على الكروسفيت، نتذكر طلع لي الصالة هذا بس ما مشيتش. لكن أنا طلعت خير منك مشيت. الإمكان هذا هو أول إمكان يعتبر في ليبيا اللي خصص جزئية في وسط النادي للكروسفيت كما يجب أن تكون. يعني عادة ديما في حاجة ناقصة كانت قبل هيك، حتى لتورا باش نكونوا واقعيين. خاطي 3-4 إمكانات في طرابلس ومكانين تانيين بين مصراتة وهيك. في نواقص ما تقدرش تقول انك خلاص هذا هو. يعني انت عادة لازم زي شنو مثلا النواقص؟ يعني مثلا الماشينز، مش كل الماكينات عندك. المعدات مش كل المعدات مزبوطة. البار نفسها مش كلهم يحطوا في أولمبيك بار. الأولمبيك بار هو 20 كيلو. لا مش فكرة القداش كيلو، فكرة ان البار يلف معاك. اوكي يس. لكن وزن البار هذا عادي، حتى البار عادي. فيش تفاصيل عرفتها تعرفها انت، مثلا الدمبل احنا في التكعيبة ايه تركيبة الراك، يس، الروب كلايم، الجي اتش دي الماشين، الاب ميتس، الحاجات هذه كلها ما تلقاهاش. الكرة نفسها اللي تلعب بها في البول مش هي نفسها الكرة العادية الرزينة اللي يلعبوا بها. المهم خلينا نكمل الحكاية. صحيح. طب ملينا شن صاير؟ يعني مجرد ما جبت سيرة كابتن أيمن الغرياني كلها تقول لك يعني احنا بنعتبره مش عليه وفاق، او هم يبون مش عليه وفاق يعني. المهم مشيت كلمت أيمن الغرياني، عندي أيمن نجوت أهلا وسهلا تفضل. مشيت نبي نلعب على أساس 3 أيام كروسفيت اللي هم باش نرسم عضلات بطني. تمام ماشي زي أي حد قاعد يجينا تو. شنو هي الكروسفيت؟ بربشت شوية شفت الكروسفيت شنو هي طبعا عرفتها، بس أنا يعني أنت درت السوشيال بتاعك مش زي تو ولا والله سيرش عبيط كان سيرش عبيط جدا. يعني ما خشيتش انا كيف الورك اوت يندار وكيف الروتين وساعه ولا مش عارف شنو والامور هذه كلها. مشيت خشيت الصاله. طبعا الموضوع كله غريب بالنسبه لي كان، عرفت كان ما في شيء معدات فاضي. باهي كيف بتبدو، باهي امتى بتبدو، باهي شنو تستنوا. شفت الصبورة مكتوبة زي ما نشوف في الصبورة متاعنا طلاسم. ايه والله أول حاجة خطرت على بالي نفكر فيها أنا مهما كان الشخص اللي كتبها بارع حيجي يوم حنكتب واحدة وأحسن منها. هذا يوم لكن لنفسي مش انك تبي تبقى كوتش مش موضوعي بكل أصلا هي الحاجات كلها صارت راهي عرفت اللقطة. مش إنك أمتى بديت نخطط حقيقي بديت نخطط من 2020. قبل 2020 في مجال الكروسفيت كان كله صدف هيك وتتبع في بعضها. من اني بنلعب 3 أيام باش انني ماشي انني نبي نلعب سويدي وقرب عندك يا قربت هيك بايك كويس هيك طبعا نبي نلعب سويدي، لكن انا ما عنديش جواجي اني نلعب كارديو العادي سير وما سير. نبي كارديو شويه عنيف. فالكروسفيت كارديو عنيف انا هيك كنت نشوفه من على اساس بنلعب 3 أيام باش نرسم البطل، نطلع من صاله الحديد نمشي نطفي في صاله الكروسفيت نلعب معهم، بعدين نروح. استمتعت. الكوميونتي الصحاب 3-4 اللي معنا متعرف عليهم غادي. وحتى محمد بودبرة قال انتوا محمد بودبرة في الاس دي
في الاس دي باهي. بس في الالفا كانوا محمد سركز، احمد شماخي، في ناس ما يبوش نقول اسمهم باهي، ابو بكر التاجوري اللي في الاي تيم تو حاليا. مش يعني قصدي هذه الاسامي اللي قاعده موجوده لتو على الساحه بدي من غديك. طبعا الكابتن ايمن الغرياني قاعد لتو حتى قلت لك من 3 ايام بدت يوميا. سيبت الحديد؟ لا ما سيبتش، ما شاء الله. سيبت الحديد في 2019 تقريبا. وش خلاك تسيبه؟ ضغط الشغل. لأن بعد ما طلعنا من ألفا فتحوا الكروسفيت اس دي، كروسفيت سبيد، فتحوها في 2018. بدأ معنا بدت الخدمة غديكة، ما تسألش على التفاصيل، اللي يعرف التفاصيل يعرف التفاصيل، اللي ما يعرفش التفاصيل مش لازم يعرف التفاصيل، صفحة وطوينها. بدو الشغل، فكان في ضغط شوية على الأونر في الخدمة في إدارة البوكس. طلب مني، أنا كنت مش نتمرن ونروح، قاعد صاحبهم وكل شيء، سبورت لبعض، إن إحنا درنا البزنس، أصحابنا داروا البزنس هذا، فإحنا لازم نقيموه. فطلب مني إني نلهى شوية بالإدارة، وهو بمقابل مادي وبكل شيء يعني، عرفت، كموظف. قلت له أنا ما عنديش يعني، أوكي عندي وقت من الساعة كذا للساعة كذا، أكتر من هيك سامحني. قال لي تمام، قلت حلو. بديت لتوا ما ليش علاقة بالكوتشنج، عندي المعلومات ونعرف كل شيء، ويعني عرفت المدربين اللي احنا كيف طلعنا يعني كنا احنا طالعين مع بعضنا يعني السيرش والدراسة والابحاث كلها نديروا فيها مع بعض كنا. بس مش موضوعي يعني، مش ما اكتشفتش الموضوع اساسا، ما اكتشفتش اني يعني لعند كان احمد شماخي، كوتش احمد عنده سفرية للندن فبتعطل شوية، فما يقدرش كابتن محمد سركز او الكابتن الثاني اللي كان معانا انه هو يقدر يغطي عليه الفترة هذه كلها. فشو رايك يا معتصم وقتها كنت شو رايك يا معتصم انك انت تشد الحصص ما اوكي، قلت لهم لي هو يروح ولا تمام اوكي. وهنا شدت معك؟ مش شدت معاي، شدت معهم ان هم حصلوني ايه يعني عرفت الفكرة انك انت في اقل من 3 شهور تدير اسم والناس تبدا زحمة والحصص يبدو فولي بوكد ومعاش تعرف كيف هذا سنة كم صار؟ 19 قبل الكورونا. قبل الكورونا. قبلها كلها كان لعب عادي، ما كانتش ان هي الكوتشنج الحقيقية عرفتها. في 19 صارت اللقطة، او اكشلي اي ثينك نهاية 18 بداية 19 لعبيناهم في بعض. رجع كابتن احمد، يا كابتن احمد رد حصصك، لا ما عادش نبيه زحموا غير خلي نعاودوهم مع بعضنا هيك مو من ضمن الامور ومشت الدنيا. ومنها لقيت ان الناس بدت تجي على خاطر الاسم. ما ننكروش محمد، لو كانت في البدايه لما تفكر في حاجات كانت في حاجات اخطاء يعني بروح نعلق عليها تو، لكن ما كانش في شكون يوجه فيك. خصوصا انت في الرياضة هذه ما زالت جديدة في البلاد، ما فيش ناس من قبلك فانت تمشي تخبط، قاعد تخبط جديد. هو احنا قاعدنا نحاول ان احنا نخبطه بطريقة ما تضرش الناس، صح. باي، بس النولج والمعلومات اللي عندنا توا، وكيف فكرة البروجرامينج، وكيف فكرة الكورسات اللي خديناها، وكيف فكرة الحاجات هذه كلها ما كانتش معروفة وقتها. يعني ما كناش يعني عارف. أنت بدي في 2020 لما صارت الكورونا مسكرنا طبعا زي كل حاجة هنا كان مفروض ان احنا ما نبيش الاسم يتنحى، لانه من وقتها انا بديت نفكر ان نخدم على براند مش على مكان يجيب في فلوس. بدنا نفكر ان احنا في براند. اوكي ما نبوش نسكره، فاحنا عندنا جروب كان فيه مجموعة من الاشخاص، خلي نكبروا الجروب ونقعد نحط في الورك اوت المنزلي من الجروب يوميا على الساعة كده ثابتة، زي ما تعرفني في موضوع التوقيت. وبعدين محمد يلعب ويكتب لي شندار، فلان يلعب ويكتب لي شندار، فلانة تلعب بدا يكبر الكوميونتي هذا الاونلاين. نذكر فيه الجروب هذا. فانا بديت هنا نركز اكتر على السيرش، يعني بنحط الورك اوت ونحط معاه اللينكس من كده هيك كيف يلعب كيف. هل بوقتها يقولوا لي لا انت دير انت التمارين في نقول لا، يعني مش خاش وقتها، قاعد عندي شويه اللقطه
انا ما بيش الحاجه باش عليه نطلع. احنا قاعدين نديروا في خدمه، هي في النهايه الخدمه بتجيني لي انا اللي صالح يعني. صح. بس انا مش باش نبي ناخذ بها الشو. مم. كانوا في هلبة مستغربين يقولوا لي فور فري وتقعمز وترد وكذا. نقول في حاجات مش توا وقتها، في هلبة مش مقتنعين يعني الحاجات هذه تندر بالفلوس. في هلبة ناس كانت ما تستاهلش في الجروبات هي وكذا. برضو مش انا اللي خسرت. صح. انا ما خسرتش. في للعلم في معي من 2020 اللي توا كيف وقفنا بوستنج الورك اوتس بناء على طلبهم منهم. ما خلص يعني في مجموعه من البنويت كان يتمرن معي اونلاين من وقتها اللي تو. وقعدنا يعني يوميا ما نوقفوش يعني. صح. تمت كورونا، رجعنا بعد كورونا. لما رجعنا بعد كورونا المنتاليتي مختلفه تماما. بعد كورونا قميص الكورونا تخليك تسيرش وتبحث وتحلم الفراغ وحتى انت تقعمز مع روحك اكثر. الفراغ يس. فما رجعنا بمايند سيت مختلف. عالميه، افلييتد، سيرتيفيكت للكوتشنج. لكن نقول والله في حاجه نتحشم نقولها عرفتها. يعني الطموح كان ضارب اننا نبي نمسك المكتب الاقليمي لشركه الكروسفيت في شمال افريقيا. يعني تخيل وين واصل. هم ما يعرفوش ان في عندهم بوكس يدفع في $3000 في ليبيا وانا مواصل غاديك. بس انا مش غلط يعني الحلم اللي انت بتحلمه ما فيش عليه ضرائب. صح. فاحلم اشطح. بس مرات الحلم يجيب احباط. لا ما انت خليك واقعي. يعني نفترض باهي. شوف محمد، انا ما قلتش انا نبي نحلم انني نوقف على مسرح وندير حفله والبطاقات كلها تنباع ومن اول سولد اوت وانا صوتي بالمنطق. صح. نو واي، مستحيل. بس انا نتكلم على شيء قابل للتحقيق. يعني شنو يخلي شخص في دولة أخرى مجاورة هو يمسك المنصب هذا؟ السكيلز اللي عنده نخدم عليهم أنا باش يبدو عندي. بس لو ما صارتش المقاطعة، أنا كنت اللهلق كنت عندي عقدة الخواجة نبي نوصل يرضوا علي ما. لكن احنا قاعدين حتى أنا نبدأ نسعى أن أنت الأجنبي أو أنت الشركة الكبيرة أو أنت ترضوا علي. لكن مدامكم قاعدين تحترموا في المورالز بتاعتنا، في المبادئ بتاعتنا بالضبط. ما دام قاعد تحترم ان عندي خطوط حمر انت ما تتجاوزهاش، اوكي انا معك نشتغله. لكن اول ما اتجاوزها طز. والحمد لله انها طز. صح. لان الافاق اللي انفتحت على مستوى الوطن العربي والدول العربيه والبطولات اللي نشوفوا فيها توا والانفيتيشنات اللي صارت. يعني انا يكفيني شرف ان انا البطوله متاعي اللي انا مؤسسها في الاس دي تشامبيونشيب اللي تصير في ليبيا في اللي انت حضرتها توا في شهر 10 هذه مدروجه تحت اكبر 6 بطولات على مستوى الوطن العربي. يعني لما الفت لما اللي ريت الناس اللي ربحت عندنا اللي ربحت عندنا في الترتيب الأول من كل فئة ليه الأحقية أنه هو يشارك في بطولة الألفت في مصر أو البطولة الدولية متاع الجزائر. تو ماشيين مع الشباب في شهر 11 من غير ما يخش في التصفيات، يعني معترفين بها. يعني كان يخدت كارت احتراف من عندي أنت. يعني زيني زي البطولات زيني زي كارت. خلاص أنت حطيت البوكس في المرتبة اللي فوق. يس أنت لما تجي تشوف قداش بطولة في الوطن العربي 6 بطولات أنا من ضمنهم. يعني هذه أوكي أموري تمام فيها. وهل انت حاجة كنت نسعى لها؟ مش نسعى لها، كيف نقول لك تو هل تشوف ان البطولة الجاية بتاعت الاس دي تشامبيونشيب ما بيش بطني تجعني حيجوا منافسين من برا؟ انت تكلمت عليها حتى سمعتك دوت عليها. باي ذا واي هم السنة هذه مكلميني ناس من برا باش يجوا. انا قلت لهم انا اسف جدا البطولة السنة هذه محلية. ليش خليتها محلية؟ لعدة أسباب. أول حاجة أنا نبي نطلع بالليبيين البرة باهي. فأنا مع احترامي للخامات اللي عندنا واحترامي للرياضيين اللي عندنا نعرف أن مثلا أي حد بيجيني من تونس أو من مصر أو من الجزائر بشارع بحني احنا ما عندناش أسماء قوية في المنافسات يعني باهي. فيعرفوا ضمنها أن أنا بنجي هنا بناخد الترتيب الأول وبنلقى روحي في الألفت ولا بنلقى روحي في البطولة الدولية بتاع الجزائر. فأنا علاش الكارت اللي عندي
نعطي فيه لحد من دولة تانية في الوقت اللي هو يقدر يخش. يعني مثلا لو جاي من تونس انت عندك كارتاج شو داون صح. تقدر تلعب فيها وتاخذ منها الوايت كارد. لو انت جاي من مصر فتقدر تلعب اساسا في التصفيات متاع الالفت، لكن هم يعرفوا ان التصفيات بتاع الالفت واعرة جدا. يعني فيها رياضيين من برا الوطن العربي اساسا. يعني انت تعرف انك انت باش تخش في البطولة الدولية الجزائرية فيها ناس حتى جاية من برا، فهي صعبة. فأنا ندور عليه أعرف مثلا يعني ندور مباراة ضعيفة نشارك فيها باش صح. فما مش تعطي حبيتش فرصة ما حبيتش تكون المباراة ضعيفة عندنا. وفي نفس الوقت إن مثلا شبابنا إن يخشوا في المنافسة وتكون الفرصة قوية قدامهم، باش إن العام الجاي بإذن الله حيكونوا في منافسين من برا إن شاء الله. بس باش العام الجاي تكون أنت عندك الجرينتا أكتر. يعني أنا ماشي معاي علي شكلون، ماشي معاي للجزائر وماشي معاي لمصر للألفت من الوايد كارد اللي واخدها من الاس تي تشامبيونشيب. أحمد البكوش ماشي معاي من مصراتة، ماشي معاي للجزائر اللي هو اخذ الترتيب الأول على الفئة السكيلد. الولد العملاق أيوة ربي يحفظه. بالإضافة للشباب اللي لعبوا اوريدي في البطولة متاع البطولة الدولية للجزائر الجزائر فيت جيمز وترشحوا اوريدي من الأول، يعني في التصفيات العادية ماشي علي أنت تعرفهم أنت مش براني، علي شتاوي ومحمد بودبرة وعلي شكلون ومعاذ الكوت وأحمد الأطرش ماشي تنظيم إن شاء الله. فهذه هي. فالعام الجاي بإذن الله أنه يكونوا فيها مشاركات. فشن كان سؤالك أنت بالضبط؟ وهذا يعني هيك أنا السبب إنك أنا سمعت وإحنا في البطولة نفسها سمعت أنت قلت لحد أنا إنه في حد ناس كانوا يبوا من برا يشتركوا بس أنت قلت لنا فلا كان نبي نعرف. احنا السنة الجاية من الحاجات اللي مخطط لها أن حتى لو ما كانش في من الأسماء القوية في شمال أفريقيا متحمسين أن يجوا هنقدم لهم دعوة رسمية. دعوة رسمية مدفوعة التكاليف التكت والإقامة باش إنك أنت تجي تشرفنا تلعب في البطولة عنا. في نقطة أنت ذكرتها كم مرة ودوينا فيها قبل ما نسجلوا، لما سألتك قلت لك أنت تو ماشي لمصر باهي قلت لك هل هي paid ولا لا، فأنت قلت لي مش لازم تكون paid. احكي لي عليها أكتر. شوف المشاركات هي يعني احنا متعودين على كل حاجة لازم حاجة في مقابلها حاجة. دعم مثلا دولة، دعم حد يرفعني، دولة ترفعني، نبي نشوف حد في خطوط جوية تاخذ لي تذاكر مش عارف شيء. أنا جربت ومشيت وشفت المتعة والأجواء غريبة، وإحنا ما عندناش أوقات باش نسافر ونتفسحوا. الحاجة الثانية إحنا أجواءنا بدت مختلفة. يعني مثلا أنت بتقولي بنمشي بنحضر حفلات بنخش مكانات معينة، أنا لا تستهويني تلك الأماكن. صح. فأنا لما تحطني في بطولات فأنت تجبتني في الربوخ متاعي طاح وين مرتاح. والناس اللي بجنبك عرفت تتخيل يعني الناس اللي معك كلها تتكلم على عدسات متاع الكاميرات وتتكلم فأنت تتكلم كلها قداش تجيب في كذا وقداش تجيب وانا سكرت الربما وانا درت بي ار جديد وانا نشوة واندروفين طالع وحاجات غريبة عرفتها. فالموضوع مش محتاج اني يندفع لي فلوس باش انا نمشي لهيك. صح في احنا ما ننكروش ان مثلا الواحد يكون محظوظ لما يبدا معاه ناس وشركاء في الشغل ما يحسبوش فيها معه. جو هيد امشي وبعدين تعال تو نتصافوا ونسكر الدنيا وما نتصافوش اصلا. احنا ديما الدنيا مفتوحه. باي صح معك. يعني في بعض الشباب انه هو يبي بس ما يقدرش، هذا لازم يرتفع. صح عادي جدا ما فيش مشكله. بس انا نمشي باش مثلا تو بطوله الجزائر أنيس في البطولة الدولية تعالى ومن اللي تلاقينا في فينيك شو داون قال لي كوتش أنت معانا. قلت له سامحني أنا جيت توا وبعدين عندنا البطولة متاعنا وبعدين عندي الألفت صعب الموضوع شوية حتى ماديا. قال لي لا مالكش علاقة بشيء. أنا نحرجت قلت له لا مش فكرة أن أنا نبي، لا احنا هي الموضوع كذا 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 ضروري. قال لي يعني أنت وجودك مهم جدا معنا. فأوكي خلينا نضبط المواعيد. مدور فيسب لك أنت مش لي من بيش نمشي والله عارفها تحفة البطولة حتكون لأن مجهزين لها تجهيز قوي، لكن والله فعليا محمد في تعب. صح
ارهاق جسدي يعني انت ومنتل. تعرف الشغل متاعي كيف شكله، يعني من الساعه كذا للساعه كذا، وانا من النوع اللي زي الشيابين الاولين المدبيه كل حاجه تتم وانا قاعد من اعرفكم بتديروا كل شيء، يعني ضابط ان عندي ناس وراي يفهموا ويخدموا في الخدمه زي ما نبي انا واحسن، لكن انا مستريح ان انا كل حاجه نديرها بروحي. فلما بعت لي التواريخ انيس ما عادش عندي اي عذر، وزياده ان الاولاد بيمشوا، فضروري نمشي معهم، ما يهنيش خاطري ان ما يمشوش، عرفتها. فبنمشي لي توا اللي هنا للجزائر، وبعدها بنجي يوم واحد بس هنا في ليبيا باش بنركبوا انا وكوتش عبد السلام وعلي بنمشوا لي الألفت في مصر. وفي الألفت مصر حتى هي بعت لي آدم الزغبي المدير متاع الألفت، زي ما يقولوا هم الفاوندر، هو الفاوندر المؤسس يس مش المدير. لا مؤسس. باهي المدير هو السي او، فهمت، اللي هو التشيف اكزكتيف، المدير التنفيذي. فقال لي ان بحكم انك انت في البطوله العربيه ما استمتعتش ورجلي، يعني كنت مستمتع جدا، مش عارف كيف هم رجلي توجع فيهم اكثر مني. ما فهمت. يعني هو الحمد لله ان المعدل الالم شكله مش قوي هلبة، لان لما نحكي للناس شو صاير، هو الدكتور نفسه اللي داري العمليه مستغرب كيف انني ما فيش الم. يعني حتى العمليه درتها نصفي مش كامل، وحتى المسكنات ما اخذتش الا يوم واحد ما شاء الله بعد العمليه. الحمد لله نحب نستمتع بكل شيء اكيد، حتى الألم. حتى الألم عيشة. فقال لي بحكم انك انت ما استمتعتش والرحله كانت فيها اصابه، واحنا ما يعني شبه حتى احنا ما كناش ما عندنا والله العظيم 3 اللي يمشي لمصر يعرف معنى كلمه دلع. احنا دائما يقول لك لا صار ولا لا انت تمشي لمصر تتدلع، ومش الموضوع مربوط بفلوس. اكيد راهو عارف الفكره بتاع بيشيلوك من على الارض. صح. اول حاجه داروها نسرين، ما عادش تمشي على رجلك، الجولف كار ترفعك وتجيبك وما تبي. حسيت بالعجز انا، نبي نمشي. قريت الكافيهات اللي موجوده في الريزورت كلها، كل ما يعدي جنبيكو يقعمز ويديروا له تلج. هذه حاجه. وهو مروح في الليل ياخذ البوكت بتاع التلج توصلوها للدار باش يدير كمادات بتاع التلج. دلع يعني غريب، عرفت. اول ما نخش للارينا يبدو اللي يستقبلوا فيك يا ناس نمشي، يستقبلوا فيك باليدين، حس فيك انك شايب كبير، يحسسوك انك انت مسكين يا ناري. وانا ما بنحبش الشعور، هو من يومي الشعور متاع انك بس هذه الضيافه متاعتهم، فهمت، خصوصا هم كيف ما قلت انت تو حكيت على اليوم تاع الجزائر توا اللي هو قالك لازم تجي، موضوع ريسبكت ليك، فهمت. شوف لما نحكي لك يا محمد، يعني مثلا احنا مش نتكلم نقول مصر ومصر ومصر وننسى الجزائر، ففكرني في الجزائر والموضوع متاعها. في مصر الشعور اللي جاهم شعور الجلط، انصاب عندنا. ايه وانا زي ما تشوف من نوع الكظمة شوية، فكظمت لهم وما حسستهمش فهم ماشي في بالهم اني قاعد اكت اني جوي مليح، لكن انا جوي مش مليح. انا بنادم هيك، انا بنادم ما نحبش اني قريت نخش شويه في الجو النفسي. اوكي. انا امي متوفيه لما كان عمري 13 عام. ربي يغفر لها. باهي، ما نحبش حد يعرف ان امي متوفيه باش ما تصيرش اللقطه، ولا تو الموضوع ما هوش عادي عندي، باش ما تصيرش اللقطه متاع يا ناري مميته، ولا الابلات عرفت متاع معلش امه ماتت المده اللي فاتت، حولت من المدرسه. كان ما يعرفونيش شو امي عايشه امي ميته. فما ماشي معاي، ما نحبش ان اي حد يشعر يحس ان انا عاجز او اني ضعيف، او لا، ما خليه الاحساس هذا كمان. ربي بس هو اللي المفروض يعرف الموضوع هذا. فهذه هي ممكن هذه حتى هي اللي خلتني نبين، او انا ما حسيتش اني متألم او حاجه زي هذه، بغض النظر ما تبيش حد يشوفك. والله، وفعليا والله ما كنت نحس ان انا متألم. يعني في درجات اقوى من الالم من هيك، في درجات اقوى احنا ما حسيناش بها، عشان رجل وتر انقطاع قاعده تمشي. في درجات اقوى، في خرسانه طايحه عليك، لا راقد ليله كامله حي لمت ولا نضت. في ناس نار والعه فيها وتلوح بيديها قاعده. هذا الالم الحقاني. وفي الم نفسي اللي هو انك انت يجيك الكلب
يبدا راكب على راس امك ولا على راس ابوك قدامك وانت ما تقدرش تتكلم. اما الم جسدي عليه، وتر انقطاع، رجل انكسرت، ما بتتصلح وبننساه. ما علينا. آه القلب هذه في فلاش باك صار لي حاجات قدامي عرفتها. لو نتكلم على الكرم متاع الضيافة أو الناس في الجزائر، موضوع يعني ما تقدرش تفهم. يعني احنا بالعادة الايفنتات هذه كلها في النهاية يرجع انك انت الى يوم ما انه هذا يكون مصدر رزق، انه هو بزنس. يعني انت لما اس دي تشامبيونشيب، فينيك شو داون، وريفر، انت في اشتراكات، الاشتراكات هذه بالفلوس، بيجوا من كل مكان في العالم. كل ما بينجح الموضوع كل ما بيجوا ناس اكثر بيشتركوا اكثر، والايفنت بيكون اكبر، في فلوس بيخشوا. بلال معتصم، ارجوك لو في اي حد ما عندهش امكانيه انه هو يخلص اقامته راهو ضيف علينا. ما هو اللي ضيف عليكم، احنا ما عندناش اللقطه دي في ليبيا، احنا بنخلص وما دخلكمش فينا. معتصم ارجوكم السياره خلوها مدرسه، احنا نبعث لكم شكون يرفعكم وشكون يجيبكم. ما احنا مرات نرفعكم وما تبوا ونجيبوكم. واحنا راهو مقضين اليوم كله عندهم يعني. اول ما تخش غداكم وشرابكم ماكلتكم كلها واضحه امورها زيك زي اي حد تاني. هذه مش احنا بس لو تبي تاخذ اي شيء اكسترا قدامك. يعني مثلا القهوه بدينار، قلت اعطيني قهوه، ما يقولكش اعطيني دينار. مديت الدينار خديت دينار، ما مديت لاش الدينار خديت القهوه، وانت صح. جميل هذا. فعرفتها تحس انك انت الايفنت خلاك انك انت تعرف الحاجات هذه، تعرف الناس هذه. والحلو زي ما قلت لك من بكريك ونعاود انك انت الاهتمامات مشتركه بيناتكم. فهذه تخليني انا متحمس. يعني حتى عندي مجموعه من الاولاد اللي معاكم في الصاله غادي العام الجاي كنتش يقولوا لي من الاول بتنزلنا جدول، باش من الاول نبدا عارفين روحنا وبنمشوا. رحيم قال لي بندير نظام العراس، راه بنتبعهم عرس من اول السنه. واحنا اساسا تفهمنا نحن السنه الجايه البطولات هذه على الاقل بتاع المغرب العربي وشمال افريقيا اللي هي الالفت وكذا من الاول بالنسق. يعني بنكملوا تو اخر حاجه عندنا الالفت في نوفمبر، وبعدين بدنا نديروا استراحه المحارب لعند ما ترجع الارب تشامبيونشيب. فبالنسق وبعدين التواريخ بنحط الكالندر، انت امتى باش كل الحكايه متسهله بالنسبه للاسليت، فشي يقدروا يشاركوا في الكل. يعني صح. ما يكونش في ضغط، ما يجيش قبلها بفتره بسيطه، ما يكونوش ورا بعض. مثلا زي السنه هذه يعني تحشمت مع اخوتنا في قرطاج يعني ما قدرتش نمشي على خاطر يا دوبك احنا كملنا الاسبوع الاول في اكتوبر، هم بدوا الاسبوع الثاني في اكتوبر. يعني قاعد حتى بنرد نخلص فلوس الناس ما لحقتش عرفتها. وزايد الحشمه الكبيره انه كان في عندنا شباب من مصراتة ماشيين، وعرفت تحس انك انت المفروض تمشي. صح. يعني قاعد نتكلم في الموز ونتكلم في جماعة بالله الأولاد غاديك بالله ينظمون، نتكلم في ايديا من الجزائر. ايديا الشباب تقريبا ما عندهمش حد في الميديا يصور بالله، مصوريهم لي وكذا. فبتحس انك انت المفروض انك انت يعني تكملها، بدايتها كملها. يس دتت جميل والله. دويت هلبة أنا. لا والله منتج مليح انت بعدين. هو اسمع ده الحلقه تنزل هيك بعدين الريلات هي مواضيع معينه. وانا بصراحه يعني عن تجربه وديما حتى اصحابي وحتى اخويا طه نقول لك كروسفيت، فهمت؟ هو مع انه هو شنو جو الحديد اكثر. لا انا عارف انت كيف ما حكينا في البدايه. شوف الفرق ممكن بينك وبين طه، انت شويه اكثر من طه اجتماعي. فالكروسفيت تبي شخص هيك، تبي شخص اجتماعي، يخش في الجروبات، ما عندهاش مشكله الجروب هذا. الناس اللي شويه انطوائيه تبي الحديد، لان الحديد انا نحط الهيدسيت وننفصل. وياخذ وقته في التمرين، ما فيش حد وراك يزرزر فيك وهيا اللي هو هذا نعترف انا مرات بعدتها تكمل الحصه يا محمد نقول خليني كنت حارق اعصابي. أنا إيش اللي علاقة محمد دار 5 راوندز ولا دار 4 ولا دار 3 ولا قعد يعد للفهري؟ بس هذا اهتمامك ما هذا الطبع. هذا اللي يخلي فلان مش زي فلان. وتورا بادي ندير في كنترول كويس. يعني حتى الحمد لله احنا الشباب قدام الفهري لا
فاري هو اللي والله الفاري حبيبنا الفاري صاحبنا طبعاً. والله حبيبي أيوة. الفاري. الفرقة معي توا ان الشباب اللي معي في الشغل بدو مغطين علي مش نفس اللود الاول بتاع الفترة الأولى. يعني الفترة الأولى كنت أنا محمد سركز وأحمد ومرات يعني تو مع كوتش عبد السلام وكوتش محمد كشور وأيوب قرقاب وكذا. ففي الزمان كنت أروح صوتي مبحوح. توا لا توكل هدو عندي علاج طبيعي يا أولاد تعالوا بس تشدوا في مكاني. عندي تصوير أمس تعالوا شدوا في مكاني. بدأت نطلع. قبل لا كان في مسؤولية كبيرة. عرفتها بتاع المثال بتاع الأم لما يكبروا البنات شوية فيبدو يعرفوا يطيبوا ما عادش تلقاها أم قاعدة في الحوش خلاص. بوكم اليوم ضيروا لها كذا 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 تلقوا كيس الحماني طالعة. أنا بدأت هيك عرفت نجي الصبح لأن نعرف ما بيش نحط لهم أكتر من الجهد متاعهم. فأنا نعرف إن الصبح عندي عليه شتاوي ناب عليه في فتحة البوكس قبلي. المخلوق صباحي ينوض بكري صلاة الفجر وكل شيء أموره تمام. بس ما نقدرش نعب على أحد المدربين إنك أنت on time حتكون وصاحي. فلا أنا الصبح خلوا لي الصبح عادي ما عندكمش مشكلة. إلا كان سافرت واحد فيكم بيدبر راسه وبيجيب يفتح وصاحي. لكن بعدين اوكي خلاص بدأت نقدر كوتش محمد تقدر تزيد الحصة هذه باش يجي كوتش محمد كشوري يشد في مكانك. عبسي متهني بيه في الليل كم مسكر لي الدنيا. أيوب نفس الشيء الصبح. فالحمد لله جميل. هي زي ما قلت لك في حاجات تاخذ وقت باش تنحط على السك بعدين تمشي بروح. وهذا اللي صار في البودكاست متاعي نوعا ما. exactly. يعني بديت كم حلقة كلمني علي الفيتوري قال يا محمد تعال ما تدور الشيء مكانك جهاز قول لي قولها محمد عندي تسجيل وخلاص فهمت. هي حتى الحياة هيك هي فهمت. في كل شيء يعني محمد لو ما تديرش 4-5 حلقات وتشد فيهم حلقة كيف بيعرفوا الناس انك انت تعرف تدير بودكاست؟ صح. ما فيش. لو انا ما نعطيش شهر وشهرين و3 حصص ويستمروا الحصص هذا بنفس المستوى كيف بيقولوا ان هذا مدرب كويس وكيف اساسا بيخلوا لي الحصه نعطيها انا؟ صح. يعني لو انا مثلا نبدا انا بروح انا من النوع اللي نحب نقيم نفسي بنفسي. هذا اهم هذا احسن تقييم اصلا. هو جلد شويه مش تقييم. اوكي. يعني عرفت الناس ترقد اليوم والله تعبنا اليوم درنا لا أنا اليوم المفروض هذيك الحاجه كملتها هذيك ما درتهاش. الحاجه الباهيه ما نفوكسش عليها لان انا اعرف لو انا بنبدا نمدح في نفسي حنزيد ننغر. وراه الغرور هو المقبره. لو كانوا معنا نجوم في المجال هو كانوا في مش كانوا نجوم كان في مستقبل بتاع نجوم في المجال بتاع الكروسفيت معنا اختفوا لنا منغروا. ما عمرك تقول أنا وأحسن واحد. لا بابا أنت مش أحسن واحد. أنت في عناصر خلاتك أحسن واحد. في فلان الفلاني أعطاك فلوس. في فلان الفلاني أعطاك دعم معنوي. في فلان الفلاني ما عمره خلاك بروحك. صح. هذا لما انت تشوف روحك عليهم انك انت خلاص انا جيت قاعد مع الحكم دار طب من زينني وطز فيهم وش هم شنو هم. لا هم لو جبدوا روحهم لا توا وما بيش نقول اسميهم الاشخاص يعني ان هم ما يحبوش. هم ما يحبوش انهم ينحطوا تحت الضوء. لا توا وانا مقعمز مع الحكم دار ومقعمز مع غيره ومداير ويطلبوا فيا في الجزائر ويطلبوا فيا في مصر وتعالى. لا توا لو الناس هذه سحبت روحها أنا لا أسوى شيئا مش هنقدر نكمل. فالصح إني نعرف قيمة الأشخاص هم عمري ما نشوف روحي عليهم ومهما جاني إغراء من برا الشوية اللي مع فلان ألز. صح. لأن هذا عارفني كويس عارفني شو نبي عارفني أمتى نبي عارفني أمتى نتضايق عارفني أمتى نستريح عارفني أمتى نخدم كويس. جديد مش عارف جديد واخد الهالة اللي صايرة اللي طالع الاسم اللي طالع اللي يشوف فيها هو يبيه يستفيد منه زي ما هو. لا هذا صاحبي هذا تعب معي من الأول. هذا هو اللي ياخد النورة كلها. بالضبط
فهذه هي، هذه نحكي لك في ناس كانت واو مش لنا نغرد. اكثر حاجه ديما نقول فيها لما نقعمزوا في الليل، لما نجيب نرقدوا، ما نفرحوش اوكي افرح، هو كافئ نفسك بانت شو اللي الحاجه اللي درتها، لكن ديما شوف الحاجات اللي ما درتهاش شنو هي، في شن قصرت بقى. انت خدمت كويس، اوكي انا خدمت كويس، بس دورت اختك، كلمت اختك اليوم، اتصلت بحناك ولا بامك، ولا تلقى روحك لا ما هذه غلط. فلازم انت تخدم كويس وتديرك. في ناسي الاسم متاعه هو، بس نقدر نشوف الاسم. دكتور مصري، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن شاء الله أنتم النت بتاعكم كويس هنا. لا شكرا. لا أوكي، ما أنا مسيف الأشياء كلها هنا. دكتور اسمه مهاب مجاهد، مصري، ركزوا على اسمه هو. مهاب مجاهد راجل كبير في العمر، العائلات بتاع ابن الوزير وزير وابن البواب بواب. اوكي، فدكتور نفسي. كلامه درر. يعني عنده حلقة في بودكاست مع يوسف صبري، يعني ريتها لما نبدأ عارف مشواري طويل شوية ولا خاش زحمة نعود في الحلقة ديك. يعني تخيل من كتر الدرر اللي فيه. هلبة المخلوق هو. دارها مع من هي؟ دارها مع من الحلقة؟ مع يوسف صبري. يوسف صبري شايف تعرف ولا ما تعرف؟ اللي عنده المايند سيت. حتى هو بدأ في قيمة في البرنامج متاعها أكتر من زمان. يعني من زمان كان قوي برنامجه، لكن تو مؤخرا بدأ فيه بركز على فئة معينة. أدونا هلبة محمد. خلاص جيب نكمله. بس احكيني على موضوع مهاب مجاهد هذا. شنو قال هو؟ قال هلبة حاجات اسمعوه انتم. انتوا اسمعوا. عرفت، لأن فعلا أي حد حيسمع دكتور مهاب مجاهد حيلقى روحه أن يتكلم عليه. يعني مش مجرد أن واحد قاعد يشرح ويقول في كلامك، لا كلامه كله مزبوط. يعني يحكي على أنه هو في عمره هذا وفي نجاحه هذا، يقول أنا مستحيل نروح لحوشي وبعد ما نكمل شغلي وعيادتي وكل شيء إلا من عدي على أمي وأبوي. مستحيل يفوتوا يومين ما نكلمش خوي. يعني هذا حتى لما عرف روحه، أنت منو مثلا، من اللي معي، عرف لي نفسك. أنا فلان الفلاني، ولد لي أب دار كذا كذا كذا، وأم كانت كذا كذا كذا، وأخ لأخ أعطاني كذا كذا كذا، زوج لزوجة كذا كذا كذا. ما قالش أنا فلان الفلاني عندي شهادة وعندي شوف العمق. نطلع من العمق، رجعنا للتفاهة. احنا خلاص هذا وقتنا احنا والله. كم توا 2 إلا 10. لا إله إلا الله. قص لأن ما بيش الناس يكرهونا. لا والله معقولة بيقعدوا يسمعوا 2 والله في ناس منهم صديق لي سجلت معه حلقة اللي فاتت، محمد إسماعيل. في مرة قال لي راهو محمد بعت لي البودكاست متاع كيف عندي بودكاست، فاسمع 15 حلقة ورا بعض، إنه هو يخدم أونلاين فهمتك، وخدم تواجد كودينج. الحلقات ريكوردينج وهو يخدم ويسمع، فتشد فيه كلمة وتشد فيه جملة وجملة ما تشدهاش وهكذا. وكذا حد يسمع الحلقات، ففي اللي قال ينقص، في اللي قال يزيد. بس أنا في الخدمة هذه ندير اللي نرتاح له أنا. هي في البداية دائما هيك، صدقني في البدايات يعني بحكم أنه عندي خبرة. في البداية ما نبيش لأننا نبدأ مستمخ ومستمتع، فما نبيش نقط على الضيف اللي عندي. صح. أو ما نعرفش أمتى نقط، ما زال ما عنديش السكيلز بتاع أمتى نقط وأمتى هيك. لكن بعدين بتلقى فعليا أن لا، الحلقة طويلة. هي في مشكلة الحلقة طويلة، مشكلة الحلقة طويلة أن أنا بنشوف التايم قبل ما نبدأ فيها. فاهم اللقطة هذه؟ يعني مش بنخش طول يعني جاي محمد القصير خلينا نفتح قداش طول، لا هو بنقعد 2 نسمع عليه. فهذا علاش يقولك حاول ديما تخليهم ماكسيموم ساعة. وديما أساسا في البودكاست يقولك ديما، هذه من عند محمد دلتاب معروف، تعرف أكيد الفويس أوفر، مذيع معروف فويس أوفر رهيب ليبي، قناة شبابية ويخدم حتى في الجزيرة دوكيومنتري. ما نتفرج عليه.
بكره. لا من قبل ما نقاطعه. لا حتى ممكن نعرف هيك ولكن ما ممكن نعرف الصوت لكن ما نركزش في صوت رهيب وكل شيء. فهو واحد من الناس اللي نصحوني انه ديما البودكاست بتاعك لازم يكون من الخصائص، او مثلا التايم ثابت. محمد حلقاتها ساعتين يقعدوا محمد حلقاتها ساعتين، محمد حلقاتها نص ساعة تقعد نص ساعة، وهكذا يعني. فهمت. معلومة حلوة وكذا. وانا تو ديما كان هو من ساعة ونص ساعتين لربع، تو مع الكاميرا الجديدة ساعتين. فرحانين بالكاميرا الجديدة. بارك الله فيك يا كوتش. استمتعت إن شاء الله. انت عارف الفكرة انك انت لما تفضفض ممكن هذه فكرة ان احنا ما عندناش بس الطبيب النفسي. يعني كاني مقامس في جلسة بتاع طبيب نفسي، استرجع الذكريات. خصوصا الكرسي انت اخترته قبل كنا مقامس بتقنبرني تقنبير على طاولة، تعرف تاكل، تعرف تلعب كارت. أنا ما جيش خليني هيك ناخذ برستيجي. فكرة الذكريات، استرجاع الذكريات. أحلمت بصوت عالي، شاركتك أنا شو قاعد نفكر، أو شاركت الناس اللي بتتفرج شو قاعد نفكر. إن شاء الله ما نكونش ثقيل ظل. لا وطز، حتى لو ان في ناس ما هضمتنيش ما حصلوش 10 انفار يقولوا محلاهم. That's it enough. بالضبط. ونفر كلامنا يأثر فيه. صح. ممتاز جدا، مش طامعين في اكتر من هيك. استمتعنا. هذا اهم شيء. هذه اهم حاجه. احنا استمتعنا واللي بيستمتع معنا وبيستفيد. واللي بيتنمر يتنمر، وعادي اللي ما عجباش مقطع يقصه وينزل ريل. ندير لنا منشن باش نشيروه معه. بالضبط. عادي. واي نوت يعني شو المشكله. that's it. كيف تسكروا انتم؟ كيف عندك هي تسكر بالراحه. عندك سلوغن تسكر بيه ولا تقول واحده هيك؟ لا هذه كيف البدايه باش ندير سينك للصوت. وبحبكم قوي. ديرها القفله بالمصري. انا ما سالتكش، لك حنسالك برا الهواء. طبعا محمد يخدمنا في دوكيومنتري بيوند ذا باربل. يس، ما وراء البار. بيقعد مفاجاه ان شاء الله يطلع كويس. اكيد يطلع كويس. لا هو خدي انتاج وقت طويل شويه، مش مشكله. بس يعني هو انا درتها كاختبار لي. بنطلع برا اساسا انا نحب نعطيكم الارضيه الخصبه اللي تديروا فيها اختباراتكم وتديروا فيها دنيتكم. اللي خاطره يدير حاجه يجي يجري. انت ناسي ان اول فيديو صوره صاحبنا، ما مش نقول اسمه تو، كان بتاع عينيه في 2020. يس كان بالكاميرا بتاعك انت، ما كانش عندك كاميرا. يس. وكان في وقت كورونا كنا مسكرين. ايه صح. اول فيديو يصوره. صح. بعدين انا جربت درت واحد اخر بعدها بسنه بالضبط مع بعض. هذاك كنتوا مع بعض السنه الثانيه اللي هو اللي ضرب عندنا كويس. اللي هو كان فيه الفويس اوفر. اللي جاتوا من الصبح كنتوا مع بعض. جاتوا من الصبح من الساعه 6 الصبح. صح. قعدتوا تقريبا للساعه 8 او حاجه زي على مدار اليوم. هذاك الفيديو كان نقول هالبحث. بعدها بعدين درنا الفيديو بتاع السبراتا. يس. كان يبي خدمة أكتر. هو ما كان بيبي يطلع أطول من هيك، ما كانش ينفع يطلع أطول من هيك. بس أي حد بيتفرج عليه بيحس إنه في لقطة قوية. صح. اسمع، عندي قاعدة إن نستمتع بالحاجة لما نخدمها، ومش لازم تطلع فايرل اليوم. صح. ممكن بعد وضوطين بعد سنة بعد سنتين تطلع فايرل. حتى ما تطلعش فايرل لما حد يجي يفركس في الهيستوري بتاعنا يحس إن إحنا تعبنا على الخدمة. سكر الحلقة. يس. صح. أي خلص. شكرا لكل اللي يتفرجوا. نور كوتش انك جيت ولبيت الدعوه. اكيد حشيشتني الهدزه. وجود لك في مصر وفي الجزائر. يا في الجود لك ليهم هم. انا ماشي بنستمتع، ماشي وهاف فن بقى. يعني I'm gonna have fun. شكرا لكم ونتلاقوا في حلقه اخرى ان شاء الله. تشاو.